تخيل معايا كده شخص بيرجع للحياة بصفته نبيل لعائلة عريقة لكن بدون أي قدرات جسدية، بس بيكتسب مهارة بتقدر تقيم قدرات أي شخص، ووقتها بدأ رحلته في اكتشاف أسرار العالم وجمع أقوى الأشخاص عشان يكونوا أتباع ليه. فلو أنت بتحب قصص المغامرات والسحر والأكشن يبقى أنت جيت للمكان الصح، واستعد بقى للمتعة ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بيبدأ الأنمي بتاعنا بوجود أرض اتقسمت ل7 ممالك، لكن مع الوقت ملك مدينة أنسيل بيحارب الممالك التانية واستحوذ عليهم كلهم ووحدهم لمملكته وبقى اسمها امبراطورية سمر فورس. لكن بعدها بيظهر شخص شكله راجل تلاتيني كده محترم وذكي جدا وبيهتم بشغله، لكن فجأة في يوم وهو خارج من الشغل بيمسك قلبه لما حس بألم واغمى عليه كمان، وبنكتشف وقتها انه مات. لكن الغريب جدا انه بيفوق مرة تانية، لكن بيشوف واحدة غريبة عمالة تلاعب فيه وهي مبسوطة جدا. لكن بعدها بتيجي الخدامة وفي ايدها صينية وتقول لها ان طفلها جميل جدا، ولما الراجل دوت شاف شكله في الصينية بيكتشف انه اتجسد من جديد لكن في شكل طفل صغير واسمه ارس. بس وقتها بتعدي 3 سنين في لمح البصر وبطلنا بيكون كبر وقاعد يكتب ويذاكر في المكتبة بتاعته، وبيفتكر بقى انه لما مات اتولد في جسم جديد واسم جديد كمان. واتضح ان العالم دوت غريب عن العالم بتاعه، لان امبراطورية سمر فورس ديت اول مرة يشوف الخريطة بتاعتها، والغريب ان عندهم السحر وحاجات غامضة كتير بيستخدموها في حياتهم. واتضح كمان ان عيلة لوفنت بتاعته هي العيلة النبيلة اللي بتحكم منطقة صغيرة اسمها لامبورغ، واللي بتكون جزء من امبراطورية سمر فورس العريقة. فكان ارس فرحان جدا انه اتولد من تاني العيلة زي ديت وعنده بيت كبير وخدم كمان. وبنشوف برضه ان هو قاعد يتفرج على الجنود وهم بيتدربوا لان قدرته على القتال ضعيفة جدا. لكن الغريب ان عنده قدرة تانية محدش يقدر يفهمها ابدا، وهي انه بيقدر يشوف قدرات الشخص اللي قدامه ويقدر يحلل قوته ومهارته كلها. لكن بعد كده زي كل يوم بقى بيروح للجنود ويطلب منهم انه يقعد يتفرج عليهم، وده خلال ما هم بيتدربوا فبيوافقوا على طول، لكن هو في الحقيقة بيتفرج عشان يقيم قدراتهم. فكان وقتها بيتفرج على 2 واكتشف ان واحد فيهم مهارته في استخدام القوس والسهم هتكون افضل من السيف بكتير، فبيروح على طول وبيعرض عليه الموضوع ده. لكن الجندي بيتوتر جدا لانه عمره في حياته ما مسك سهم وقوس اصلا، وبيكون شايف اصلا ان القوس والسهم للناس اللي بيخافوا من القتال المباشر لانه بيضرب من بعيد ويجري على طول. لكن باقي الجنود بيقترحوا عليه انه يجرب، بس لما بياخد القوس وبيجرب اول ضربة بيجيبها صح من اول مرة، فالكل بيفكروا ان هي صدفة، فبيطلبوا منه انه يجرب من تاني، وكل ما بيجرب ينشن بيطلع صح وكلهم بيكونوا مصدومين على الاخر، وحتى هو نفسه كان مصدوم. بعدها بقى الكل بيقعدوا يمدحوا فيه، فبيقول واضح جدا ان استخدام القوس والسهم مش حاجة وحشة ابدا، وبيفكر يكمل تدريبه على الموضوع ده. لكن بعدها بيسألوا بطلنا هو ازاي عرف قدراته ديت، فبيقول ارس وهو متوتر جدا انه مجرد تخمين، وده لانه عارف انه لو قال لهم على قدراته الحقيقية محدش هيصدقه ابدا، لان رغم ان هو بيقدر يستخدمها على كل الناس لكنه مش بيقدر يكشف بيها مهارته نفسها. بس بعد كده الوقت بيعدي والليل بيجي وبيكونوا قاعدين على العشاء، فابوه بيسأله عن اللي حصل بالظبط لانه سمع الاخبار من الجنود، فبطن قال له ان كل الكلام دوت صح. بس بعدها بيقعد يفكر مع نفسه ان ابوه في العالم الجديد دوت شكله متعصب جدا، وعشان كده بطننا بيخاف منه، لكن هو راجل جامد جدا واتنقل من مجرد مزارع لنبيل قوي جدا بسبب مهارته القتاليه. لكن فجأة ابوه بيطلعه من افكاره ديت لما قال له انه عاوزه يتدرب على مهاراته اكتر، وده لانه هيكون هو نبيل الارض ديت بعد ما يموت، ومهمته انه يحمي البلد والناس. فبعدها بقى ارس بيرجع لاوضته وبيقعد يفكر في الكلام ده، وبيقول انه لازم يجتهد عشان يكون مكان ابوه. لكن اللي هو بيكون حاسس بيه برضه ان المستقبل مش هيكون كويس ابدا، لان كل حكام امبراطورية سمر فورس وحشين جدا، وطول الوقت بتحصل بينهم خناقات على السلطة، وده ممكن في النهاية يؤدي لحرب كبرى بين الممالك اللي اتوحدت. بس تاني يوم بيجي وبطلنا بيقرر ينزل للسوق ويشوف الناس عشان يحلل قدراتهم وياخد منهم اللي يقدر يساعده في المستقبل القريب. لكن وهو قاعد يريح شوية فجأة بيلاقي خباز بيطرد ولد من عنده، وشكله كده كان شحات، والناس كلها بتكون قاعدة تشتم فيه وهو فضل قاعد مكانه على طول. لكن بيتضح ان الشخص دوت من العبيد، فبيروح بطلنا وبيديله اكل عشان ياخده، فبياخده الواد على طول وبياكل وهو فرحان، وارس عمال بيحلل في قوته وقتها. لكن الصدمة اللي عنده ان كل تفاصيل قوته كويسة جدا، والواد دوت ذكي ومهارته عالية كمان، فبيفكر ارس انه لازم يضم الولد دوت ليه باي طريقة. بس بعد ما الواد بيخلص اكل بيشكر ارس وبيقوم عشان يمشي، لكن ارس بيطلع يجري وراها على طول وبيسأله
وبيساله رايه يبقى تابع ليه. فالواد بيتصدم وفكر ان الواد دوت عايز يلعب مش اكتر، لكنه اتفاجئ اكتر لما بيلاقي بطلنا بيتكلم جد وانه عاوز يكون مجموعه اشخاص اقوياء ويفضلوا معاه للمستقبل، وعرفه بقى ان هو النبيل المستقبلي للارض دي ومحتاجه معاه جدا. لكن الواد برضه بيعتذر وبيقول انه مش عاوز الكلام ده وكان هيمشي من تاني، لكن بطلنا بيوقفه لما سمع صوت بطنه وقال له انت لسه جعان على فكره، تعال احنا عندنا طباخ شاطر جدا في البيت. فالواد فجاه بيقف من تاني وبيبص لبطلنا بحماس وقرر انه يروح معاه عشان ياكل. وبنعرف وقتها اسمه اللي بيطلع ريدز. ولما بيوصلوا القصر بيكون ريدز متحمس انه ياكل زي ما ارس بيقول له، لكن الصدمه الكبيره ان الخدم بيدوله طبق صغير جدا وقدموا الارس اكل كتير جدا، فبيتعصب بطلنا عليهم وطلب منهم يجيبوا ليه اكل زيه بالظبط، لكنهم بيرفضوا لان الاكل اللي قدموه دوت خاص باهل القصر والنبلاء وبس. فبيتعصب بطلنا اكتر من العنصريه والتحيز دوت وبيقوم ياخد الاكل بتاعه وراح جنب ريدز بنفسه وقال لهم بقى ان هو هيشاركوا الاكل. فالخدم قرروا بقى ينفذوا اوامر بطلنا على طول وجابوا الريدز كل اللي هو عاوزه. بس بعد كده بيقعد يحكي قصته لبطلنا وان هو من فرقه مرتزقه، ولما كل الجنود اللي معاه ماتوا هو هرب، لكن فضل تايه في الارض الغريبه ديت بدون ما يعرف هو رايح فين. فساله ارس ليه ما دخلش مجموعه تانية، فريدز بيرد ويقول له انه اتربى في المجموعه ديت ومحدش هيقبله بعد كده. لكن فجأة بيقطع كلامهم دخول الخادم وقال ان الضيف دوت لازم يمشي دلوقتي. بس ارس بيقول له ان الراجل دوت هيفضل هنا وهيكون تابع ليه، وبعدها بقى بيروح لابوه عشان يطلب منه انه يوظف ريدز. لكن المفاجأة ان الاب بيرفض لان الشخص دوت ملكاني وان توظيفه كتابع ليه هيكون تصرف مش كويس ابدا. لكن ارس بيقعد يدافع عن ريدز وبيقول انه شخص قوي جدا وهيفيدهم كمان في المستقبل. فابوه وقتها بيقول له خلاص انا هشوف مهارته بنفسي، ولو نجح في الاختبار هعينه جندي هنا. وطبعا ارس وافق على طول، لكن بيقول وهو متوتر ان ريدز دوت مجرد ولد 14 سنه، حتى لو كانت مهارته قويه مش هتكون زي ابوه. لكن الاب قال له انه هيحاول يقلل من قوته عشان يكونوا متساويين في القدرات، وده بيخلي ارس يوافق على طول. وهم خارجين للساحه بقى ريدز بيسال بطلنا ليه بيعمل كده لعبد الكل بيكرهه، فبيقول له ارس انه محتاجه معاه لما يكون سيد الارض دي. بس وقتها بيوصلوا لساحه التدريب والكل كانوا مستغربين ازاي ملكاني حقير يخش القصر اصلا. لكن وقتها سيد القصر بيطلب ساعه رمليه هتحدد الوقت بتاع القتال، وبيقول لريدز بقى ياخد سيف عشان يحارب بيه، ولو قدر يضربه ضربه واحده بس قبل ما الوقت يخلص ساعتها هيقبل بيه كجندي عنده. وبيعرفه بنفسه لانه هو النبيل بتاع القصر دوت واسمه ريفن، وانه بقى عاوز يشوف مهارته اللي ابنه بيقول عليها. وبالفعل بيبدا الاختبار، وكان النبيل متفوق جدا في القتال دوت وكل شويه بيضرب ريدز بشكل عنيف جدا. لكن ريدز لما شاف عيون ارس وافتكر كلامه بيقوم ويحفز نفسه لانه لازم ينجح، وبعدها بدا يحارب ويرد الهجمات ويتفادى الضربات ديت لحد ما بيقدر يصيب النبيل بالفعل، وكان اصلا فاضل تك على الوقت ما يخلص. وبعدها على طول بقى بيعلن ابو بطلنا ان ريدز هيكون جندي من جنود القصر، فبيروح ارس عشان يشكر ريدز على قوته ديت. لكن بنشوف ان النبيل بيعترف براي ابنه وانه كان على حق، وبيقعد يمدح فيه بقى وانه شخص ذكي وبذكائه دوت هيكون هو النبيل للمكان دوت بعده، وممكن كمان يكون الامبراطور كمان. لكن في وسط كل ده كان كل الجنود عماله تمدح في ريدز اللي اول مره يحس ان هو الناس مش بتكرهه. لكن بعد شويه بيروح عشان يشوف ريدز اللي كان بيلبس لبس القصر في اوضته وكان شكله جميل جدا، فبيقول بقى انه هيساعد ارس بكل جهده. وبعدها بينحني لبطلنا وقال انه ما كانش يتخيل انه يسيب حياه الشارع ويعيش حياته في قصر زي ده، وبيقول بقى انه هيكون تابع ليه في حياته كلها. والكلام دوت بيخلي ارس فرحان جدا، بس بيقول برضه انه لازم يجيب ناس تانيين تكون معاه في المغامره دي. بس بعد فتره ريدز في القصر الكل بيحبه وكان شاطر في كل حاجه بيعملها وحتى المبارزه ومساعده الخدم، لكنه كل ما بيتعلم اكتر بتزيد مهارته بعد كده. وكالعاده زي كل يوم بقى بيروح ريدز ويساعد بطلنا في المذاكره، وشرح ليه ازاي مملكه انسيل في الماضي استحوذت على كل الممالك السته الباقيين. لكن المشكله اللي حصلت هي الفساد اللي ورا الامبراطور، وده اللي ممكن يسبب حرب كبيره بين الممالك. فسال ارس بقى ان هو لو بدات حرب ديت ممكن انهي مملكه تقع بسرعه، فبيقول له ريدز ان هي مقاطعه ميسان. وارس بيتصدم جدا لان لامبورج اللي ابوه بيحكمها جزء من ميسان ديت، يعني لو مملكه ميسان وقعت هيقعوا هم كمان معاها. بس بعد كده ريدز بيكمل شرحه وقال ان حاكم ميسان راجل عجوز وهيموت بسرعه اصلا، لكن المشكله ان عنده ولدين والكبير المفروض ان هو يمسك الحكم، لكن الصغير هو اللي مؤهل اكتر منه. وده
ودوت بقى عمل مشاكل بين الاخوات، والحاكم نفسه لسه ما خدش القرار ولا حتى كتب وصيه، ولو مات قبل ما ياخد القرار دوت هيكون في صراع بين الاخوات وهتقع البلد كلها. فارس بيقول له تفتكر ابويا بقى هيكون مع مين؟ فبيقول له ريدز ابوك هيكون مع الابن الكبير. فبعدها بيفكر ارس ان كل بلد متقسمه لاقاليم، وان لامبورج ديت مجرد جزء صغير من المدينه كلها، وان ابوه لو بقى مع الابن الكبير للامبراطور هو كده في الجانب الخسران، وانهم لازم يستعدوا للحرب بعد كده. فبيقطع حبل افكاره ريدز لما قال له ان مفيش حل غير ان هم يدوروا على اشخاص اقوياء يساعدوهم في المستقبل. فارس بيوافق على طول على الكلام ده، وبعدها بيخرجوا عشان يدوروا على ناس تانية، لكنه بيلاقي ان ابوه بيتدرب بالسيف، وبيكون شايف ان بقاله فتره مهتم بالتدريب جدا، وواضح بالفعل انه بيستعد للحرب. بس بعدها ابوه بيشوفه وبيساله لو كان رايح المدينه عشان يدور على اتباع جدد ولا ايه، لان الموضوع ده هيكون مهم جدا في الحروب. بس ارس وقتها بيفتكر اول مره ابوه علمه السحر وكانت قوته قليله جدا، ومن بعدها ابوه ما حاولش يجرب تاني بعد كده. بس ريدز بياخده بقى ويروحوا للمدينه على طول. فارس كان فرحان ان ريدز بيعرف يمشي بالحصان اصلا وبكل سهوله. لكن بعد كده بيوصلوا لمدينه كناري، فارس كان متفاجئ من الناس وشكلهم اغنياء جدا والبلد نظيفه كمان. فبيقول له ريدز ان عدد السكان هنا 50,000. فارس بيتصدم جدا لانه المفروض دلوقتي يدور وسط ال 50,000 دول على شخص مهارته السحريه عاليه جدا. بس بعد كده بيقعدوا يتمشوا في البلد وهو بيقيم مهارات الناس لحد ما بيتعب وبيقرر يرتاح شويه. بس بعد كده بيقوموا من تاني وهم ماشيين بقى بيشوف ارس شارع جانبي وكان فيه ناس كتير مشردين، وده بيخليه مصدوم لانه كان مفكر ان البلد كلها اغنياء. فبيقول له ريدز ان هم مش هيقدروا يعملوا لهم اي حاجه دلوقتي، وده بيخلي بطلنا زعلان لانه عارف ان ريدز عنده حق. بس بيقول له بعد كده انه هيعمل المستحيل عشان مستقبل الناس دول يكون زي الاغنياء بالظبط. بس بعد كده بيكملوا في طريقهم، وخلال ما هم ماشيين ارس بيشوف واحد بيبيع بيوض التنين، وده بيخليه متحمس جدا. فالراجل بيبدا يشرح ليه ايه الحاجات اللي بيبيعها دي. فكان ارس عاوز يجرب ويشتري، فطلع المحفظه بتاعته على طول. لكن فجاه ريدز بيخرج السيف بتاعه في وش البايع علشان باين كده ان هو نصاب، وان الحاجات اللي بيبيعها ديت مضروبه، وبدات الناس كلها تتفرج عليهم. وارس بيحاول يبعد ريدز عن الموضوع، لكن بعد ما المشكله خلصت ريدز بيقعد يعتذر لبطلنا على تصرفاته ديت. اما ارس بقى بيفكر انه لازم يخلي باله من تصرفاته بعد كده، لان ريدز عبيط جدا وعنده استعداد يقتل اي حد عشان يحميه. لكن بعدها بنشوف ان هم قاعدين يرتاحوا، وارس بياكل الاخضر واليابس قدامه، واي حاجه بيشوفها على الترابيزه بيقعد ياكلها. بس فجاه بيشوف محل حلويات وعينيه طلعت قلوب كده، فبيروح بقى عشان يشتري وبيمد ايده في المحفظه، لكن بيعدي شخص من قدامه وسرقها كمان. فبيجري وراه ريدز على طول، وده لحد ما بيوصلوا لشارع ضيق، وريدز بيشد الشال اللي على دماغه واتضح ان هي بنت. لكن بيقف قدامها شخصين وبيقعدوا يضربوها عشان هربت منهم. فبيتعصب ارس جدا وقال لهم ما ينفعش يضربوا واحده ست. لكن الراجل دوت بقى بيتعصب جدا وبيروح عشان يضرب ارس، لكن ريدز بيقف له، وطبعا بينزل ضرب في الراجل دوت هو واللي معاه لحد ما بيهربوا في الاخر. لكنه بعد كده بيطلب من البنت ترجع المحفظه بتاعته. وفي وسط كل دوت كان ارس عمال بيحلل قدراتها، وبيتضح ليه ان عندها مهاره سحريه عاليه جدا، وهي دي بالظبط المواصفات اللي هو عاوزها. وفجاه بقى كالعاده بيخالف التوقعات وبيقول لها ايه رايك تكوني تابعه ليا، وبيفضل يشرح لريدز السبب. لكن البنت صدمته لما رفضت، وهو بقى بيحاول يقنعها ويغريها بالاكل زي ما عمل مع ريدز، لكنها بترفض برضه، وبتفضل تهزق فيه لانه شخص غني ما شافش اي حياه صعبه، وبالنسبه له هي ديت الحياه اكل ومتعه، لكن عمره بقى ما هيفهم معاناتها. فبيحاول ارس يقنعها انه مش زي باقي الاغنياء دول، لكن من غير اي فايده. بس في النهايه ريدز بيخش في الحوار وقال ان هو حاسس بيها كويس، لكن ده مش معناه ان هم هيسيبوها، وبيطلب منها بقى ترجع المحفظه من تاني. فبتخرجها وتديها له على طول. لكن بعد كده بيسالها ارس مين الناس اللي كانوا بيطاردوها دول، فبتقول لهم ان هم تجار العبيد وهي هربت منهم اصلا. فبيقول لها ارس طب ما تهربي من المكان دوت، ايه اللي مخليكي هنا وهم بيطاردوكي كده؟ فكانت لسه هترد عليه، لكن بتلاقي الاطفال المشردين بيجروا عليها على طول وبيحضنوها كمان. وبعدها بتقول له هو ده السبب اكيد، يعني مش هقدر اسيبهم لوحدهم. فبياخد ارس المحفظه بتاعته وبيديها لها من تاني، وقال لها ارس انه مش هيقدر يعمل لها حاجه تاني غير انه يديها فلوس. فبتاخدها بالفعل وتمشي من المكان. لكن الليل بيجي وارس بيكون قاعد لوحده خارج البيت، فبيروح له ريدز وطلب منه يخش عشان البرد. لكن بطلنا بيكون زعلان لانه عارف ان كلام البنت عليه صح، وانه ما حسش بمعاناتها ديت نهائي. لكن ريدز قال له انه فاهم شعورها لانه كان زيها كده بالظبط، وان هي اكيد شافت نبلاء كتير
بيعاملوها وحش، وعشان كده هو بالنسبه لها زيهم بالظبط. لكن خلال ما هم بيتكلموا فجأة بيلاقوا الاطفال اللي كانوا مع البنت الصبح وبيكونوا بيعيطوا وبيطلبوا من ارس بقى يلحق البنت اللي اسمها شارلوت لان تجار العبيد خدوها. لكن في نفس الوقت كان تجار العبيد واخدين شارلوت بالفعل ورجعوها لرئيس التجار ونازلين فيها ضرب وشتيمه. لكن لما انشغلوا عنها البنت بتحاول تهرب، لكن واحد منهم بيمسكها من تاني وطلب منها رئيس التجار بقى تبطل المقاومه دي لانها مهما هربت هترجع لحياه البؤساء ديت من تاني. لكن فجاه وهو بيتكلم بيلاقوا ان الباب اتكسر عليهم وريدز بيخش، فراح واحد من الرجاله دول عشان يضربه لكنه كان اسرع منه. وبعدها ارس بيخش وسأل البنت لو كانت كويسه، فسأله بقى رئيس التجار ازاي يكسروا الباب بتاعه. لكنه لما شاف ملابس النبلاء بتاعه بطلنا قال له انت عاوز ايه بالظبط، واتضح ان ارس يعرف اسم الراجل ده. وبيطلع البرت وطلب منه يسيب شارلوت دلوقتي حالا، لكن البرت قعد يقول ان النبلاء هم اللي بيطلبوا العبيد وان ديت شغلته اصلا. فوقتها شارلوت طلبت من ارس يمشي من هنا وان دي حاجه ما تخصوش اصلا. فقال لها بقى انه دلوقتي عارف هي ناقصها ايه لان ما عندهاش اي طموح. ولما كان بيقيمها قبل كده مهاراتها كانت قويه لكن عندها 1% بس من الطموح، وده مخليها تقلل من نفسها وملهاش اي مستقبل هنا. بس التاجر قعد يقول له طب ما دوت صح بالفعل دي عبده لانها مش لازم يكون عندها طموح. فبيتعصب ارس وفضل يدافع عن البنت، لكن هي اصلا كانت في عالم تاني وبتفتكر حياتها من ساعه ما اتولدت واهلها اللي رموها، ومن وقتها وكل حياتها كانت بائسه لدرجه ان هي نسيت ازاي تعيط اصلا. وحتى لما كانوا نازلين فيها ضرب ما كانتش بتتوجع، لكنها قعدت تسال نفسها طب انا بعيط دلوقتي ليه من كلام الواد ده. فوقتها بقى كان التجار كلهم ظهروا وعاوزين يتعاركوا، فطلب ارس من ريدز يخلص الحوار دوت. وبالفعل في دقايق قليله كان ريدز مخلص عليهم والكل حرفيا بيكونوا مصدومين من قوته الكبيره. فنادى البرت وقتها على شخص شكله مرعب وضخم جدا وهو بيقعد يتريق على اصحابه اللي تعبوا من القتال. فبيقول له ريدز بقى اتريق عليهم لما تخلص عليا الاول، وراح ضربه بكل سهوله لانه بطيء اصلا. وبعد ما خلص عليه بيروح ارس يدي البرت فلوس عشان يشتري شارلوت، لكن البرت كان عاوز يطول في الكلام اكتر. فبيروح ريدز وقال له كده كده احنا هناخدها دلوقتي سواء دفعنا او لا. لكنهم برضه عشان سمعه التجار دول هيقولوا ان هم اشتروها وعشان يقدر يكمل شغله عادي، لكنه لو رفض بقى هم هيعملوا حاجات تانية عشان يضمنوا سلامتها. فبيوافق البرت بعد التهديد دوت وبياخدوها ويطلعوا من المكان. فقالت له شارلوت في مكان انا عاوز ازوره دلوقتي يا عم. وبسرعه الوقت عدى وهم ماشيين كان ارس تعبان وسالها هيوصلوا امتى، لكنها كانت ساكته على طول. ولما وصلوا بيشوفوا شكل البلد من فوق التل الكبير. فبعدها شارلوت قالت انها كل ما تتخنق بتيجي لهنا وبتحس ان قد ايه مشاكل البلد ديت صغيره. فسالها ارس وقتها طب ليه بتشاركي مكانك المفضل معانا؟ فقالت له عشان حست ان عرضه هيديها حياه مستقره. لكن بعد كده سالته هو ليه عرض عليها كده اصلا؟ فقال لها عشان بيحب الاطفال. فهي استغربت من رده ده لانه هو ذات نفسه طفل اصلا. لكن ارس كمل وقال ان الاطفال ملامحهم بريئه وبتدي امل وطاقه، مجرد ضحكه منهم بتخلي شخص يتراجع عن قرارات وحشه كتير. وعشان كده بقى هو عاوز يعمل بلده مستقره وكلها امل للي زيها. فبيتفاجئ بقى ان شارلوت بتقول له ان هي موافقه على الطلب بتاعه ده عشان مستقبلها هي والمشردين، وده عشان تساعدهم. فبيخرج ريدز اداه سحريه عشان يتاكد من مهاره البنت القويه. فبتروح على طول وتلبس السلسله السحريه وهي مش فاهمه اي حاجه، وهو بيعلمها على طول تعويذه وبعدها بتجربها على طول. لكن الصدمه ان القوه كانت جامده جدا لدرجه ان هي عملت انفجار في السماء والناس كلها بتتخض منه. وبيفضل ارس وريدز مصدومين جدا وهي كانت فرحانه بنفسها بقى. لكن بعدها بتسال ارس لو بقت تابعه عليها تاكل وتشرب وتعيش في مكان نضيف ولا ايه. فقال لها مش بس كده لان في مرتب كمان. فالبنت طلبت منه بقى انه يدي المرتب دوت للاطفال الصغيرين، وهي هتكتفي بالمكان والاكل لان الاطفال مش هيقدروا يعيشوا من غيرها في المكان دوت اصلا. فارس قال لها ما تقلقش ابدا وتشوف بقى المستقبل اللي هو هيعمله ليها. فالبنت بتنحني ليه وقالت له انها هتفضل تابعه ليها لحد ما يحقق الحلم بتاعه. فارس استغرب من الرسميه اللي عندها وقال لها بلاش رسميات معايا، لكنها قالت له طالما انت مصمم خلاص بقى يا معلم. فبعدها ريدز بيقول دلوقتي يقدروا يرجعوا البيت وهم
مستريحين. اما شارلوت نفسها بتقعد تعتذر عشان سرقته من الاول، وشكرته كمان عشان انقذها، وبعد كده بياخدوها ورجعوا للبيت وودعت الاطفال المشردين. لكن بعد كده بيروحوا عشان ياكلوا وهي كانت بتاكل زي المشردين حرفيا. فبيقول لها ريدز ان هي لازم تتعلم الاساسيات، لكن هي اصلا مش بتهتم بكلامه وبتكمل اكل وبتفضل على كده. وكان ريدز متعصب من تصرفاتها دي، لكن ارس بيقول له هنحاول معاها بعدين. بس لما رجعوا البيت وابوه شاف شارلوت كالعاده بيرفض، لكنه لما اكتشف قدراتها السحريه قال لها اهلا بيكي في القصر بتاعي. لكن بعد الموقف بيعدي 3 سنين كاملين، وكان ابو بطلنا بقى راجع مع الجيش بتاعه من الحرب، ومن ضمنهم كانت شارلوت. واتضح ان هم كانوا بيخلصوا شويه نزاعات في منطقه قريبه. فاول ما ارس شاف ابوه راجع طلع يجري وساله عن اللي حصل هناك، فقال لي ان هم انتصروا طبعا، والنجمه بتاعتهم كانت شارلوت لان قوتها السحريه كانت ضخمه جدا. فبيروح ارس وبيهنيها، لكن بعدين امه بتطلع وفي ايديها هي والخادمه طفلين. واتضح بقى ان بطلنا جاله اخ واخت توأم. وطبعا ارس بقى لازم يحلل اخواته، واتضح ان هم هيكون ليهم مستقبل مبهر. لكن فجاه بيخش ريدز وقال لبطلنا انه لقى مواهب جديده، فارس بيتحمس وبيكتشف ان هم ولاد صيادين. وتاني يوم بقى كانوا بيجهزوا عشان يروحوا للصيادين دول، لكن فجاه بيلاقوا شارلوت قاعده فوق شجره وبتقول لهم ان هي عايزه تروح معاهم عافيه كده. وخلال بقى ما هم ماشيين ريدز ما كانش طايقها ابدا، وهو بيقعدوا يتخانقوا طول الطريق مين فيهم هيحمي ارس اكتر. لكن فجاه بيقفوا لما بيشوفوا سهم جاي عليهم، وبعدها على طول بيظهر ولدين، وواضح جدا ان هم الصيادين اللي ريدز قال عليهم. ولما شافوا الحصان بتاع ارس راحوا يتاكدوا بقى لو كان الناس دول كويسين ولا ايه. بس اول ما بطلنا بيشوفهم قعد يقيم فيهم، واتضح بقى ان هم دول اللي كانوا رايحين عشانهم. فبعدها الاتنين دول خدوا ابطالنا لبيت ابوهم، ولما وصلوا لهناك كانوا مصدومين من كميه الاكل اللي قدامهم. فارس بقى بيقعد يشكر فيهم، اما شارلوت كانت نازله اكل، وريدز بيقول لها تحترم نفسها كالعاده. بس واحد من الولاد دول بيقول ان ده الحيوان اللي اصطادوه من شويه اصلا، وبيكون صعب ان هم يصطادوه هنا عشان هو سريع. وبعدين سأل ابو الولاد دول عن طلبات ارس، فبيقول له ارس على طول انه عاوز غاتوس وماركوس ولاده يكونوا جنود عند العيله بتاعته. فالكل وقتها بيتصدموا، بس كانوا فرحانين جدا وقتها. والولاد بقى قالوا ان هم هيبذلوا كل جهدهم. بس بعدها الاب بيقول لبطلنا انه موهوب جدا رغم انه اكبر بحاجه بسيطه من ابنه روسيل. بقى بيفاجئ ارس جدا لان عنده ابن تالت. وبعدها بيظهر طفل صغير وبيخرج وهو متسحب وسرق العيش اللي على الترابيزه اصلا، وكان هيخش اوضته تاني، لكن ابوه بيوقفه على طول وطلب منه يقدم نفسه لابن السيد ريفن. لكن لما ارس شافه قاعد يشرب العصير بتاعه قعد يقيمه، واتضح ان روسيل عنده مهارات جامده جدا وذكي جدا كمان. فالعصير بيقف في زوره وبيقعد يكح. فابو الولاد بيقعد يعتذر لارس عشان روسيل لانه مش قوي زي اخواته، لكن ارس بيصدمه لما قال انه عاوز يضم روسيل للجنود اللي معاه كمان. فالكل وحتى اخوات الواد بيتفاجئوا جدا. بس بعدها ارس بيروح للولد الصغير وطلب منه يكون تابع شخصي ليه، لكن روسيل بيقول انه هيكون جندي ويحارب ويموت، فبيخاف جدا وقال انه مش عاوز، وطلع يجري على اوضته وقفل الباب وراه كمان. فبيقعد ابوه يعتذر وبيقول ان ابنه ضعيف ومنعزل ومش زي اخواته، ومن ساعه ما امه ماتت من 2 سنين وهو على الحاله دي. فبيقول له ارس ان روسيل مش زي اخواته بالفعل، ومش شرط يكون قوي جسديا، وبيضيف انه عنده قوه عقليه كبيره جدا وعقل استراتيجي قوي جدا. لكن بعدها بطلنا بيقول انه هيخش له ويحاول يقنعه من تاني. ولما دخل بالفعل روسيل بيخاف جدا وبيقعد يبعد عنه وهو قاعد يقرا في كتاب اصلا. فبيساله ارس لو كان بيحب الكتب، فبيقول له ايوه، ورغم انه ما عندوش غير الكتاب وامه اللي كانت بتقراه ليها على طول. فساله ارس ايه رايك تيجي معايا المكتبه كبيره وفيها الكتب كلها كمان. فروسيل بيكون خايف وبيفكر ان بطلنا بيعمل كده عشان يقتله بعدين. فبيقول له على طول هاجي معاك اروح المكتبه بس اخد اخواتي معايا. فارس بيوافق على كلامه. ولما وصلوا المكتبه روسيل بيشوف كلب قدامه بيكون فاكر ان هو هيقتله، وبيقعد يصرخ من الخوف، لكن محدش اهتم بيه ابدا. اما ارس قال له بقى ان هو هيوريهم الطريق دلوقتي مع شارلوت. فالاتنين الاخوات كانوا متحمسين جدا، فبتاخدهم شارلوت معاها. اما ارس بقى بياخد روسيل للمكتبه، ولما روسيل شافها كان متحمس وفضل يلف فيها بسرعه جدا. فبيقول له ارس بقى انه هيسيبه لوحده ومعاه ريدز لو احتاج منه اي حاجه، وبيسيبه يخرج بعدها. لكن بعد شويه بيصحى ارس وقت غروب الشمس وفكر ان روسيل مشي بقى، لكن بينزل زي المجنون عشان يشوف الواد راح فين.
ولما دخل المكتبه بسرعه بيلاقي ان روسيل نايم على الارض اصلا، فريدز بيقول له ان من كتر ما الواد قعد يقرا تعب ونام على الارض، لكنه عرف بطلنا انه قدر يستوعب معلومات كتيره جدا من الكتب دي. فارس بيقيم ذكائه من تاني ولقى ان هو اترفع بسرعه كبيره جدا في شويه ساعات قليله. بس فجاه بيلاقوا ان اخوات الواد داخلين عليهم، ولما شاف اخوهم مع كتب بيستغربوا جدا وبيقولوا بصدمه انه مش بيعرف يقرا اصلا. والكلام دوت فاجئ ارس جدا، وبعدها بقى بيلاقوا روسيل صحي من تاني، فبيسالوا ارس لو كان بيعرف يقرا الكتب اصلا، فبيقول له روسيل انه لما كان بيشوف امه بتقرا ليه كتب كان بيتعلم منها، وعشان كده عرف يقرا دلوقتي. وكلامه دوت صدم ارس واخواته لانه عرف يتعلم القرايه لوحده اصلا. والشكل كده ذكاء الواد دوت طلع خارق، لان عنده 3 سنين بس مش اكتر دلوقتي. بس بعد كده بيخرج ريدز وشارلوت مع ارس عشان يشوفوا اخرة الموضوع دوت ايه. فبيقترح ريدز ان هم يستعينوا بالتوأم عشان يقنعوا اخوهم روسيل، ويروحوا مع اهل الغابه عشان يحاول يصطاد الحيوانات ويزود ثقته بنفسه. وتاني يوم بالفعل بياخدهم معاه وبيروحوا للاخوات وبيعرضوا عليهم الفكره، وكلهم بيطلبوا من روسيل انه يعمل فخ للحيوانات اللي في الغابه، وبيقعد يشجعه هو واخواته، فبيقول لهم انه هيجرب خلاص. وبالفعل بعد شويه بيكون صنع فخ كبير وبيكون مليان بكل الحيوانات اللي في الغابه اصلا. والاب لما شاف الفخ ده بيكون مصدوم جدا، فروسيل بيقعد يشرح ليه هو ازاي عمل كده وحط اللون الاصفر من بره عشان يجذب الحيوانات كلها. وكان المفروض بقى ان الاب يمدحه، لكن الصدمه الكبيره انه بيطلب منه يروح مع اخواته للقصر وما يرجعش ليه من تاني ابدا، وطلب من الامير ارس انه ياخدهم معاه. فروسيل وقتها اتصدم وقال ان ابوه بيكرهه كالعاده وكان هيمشي من المكان، لكن ارس بيوقفه وقال له انه هيفضل بايت في بيته النهارده بس. فبالليل كان روسيل قاعد لوحده بيفتكر اللي حصل في الماضي، لان بعد ولادته بشكل مباشر بدأت امه تتعب، وبيكون فاكر بقى ان هو ده السبب اللي ابوه بيكرهه عشانه. وبنكتشف بقى ان عشان كده روسيل بيحبس نفسه دايما في الاوضه، وده لانه فاكر ان هو السبب الوحيد في قتل امه. لكن فجأة بيسمع صوت اخواته على السطح ومع ابوهم كمان، فواحد منهم بيسأل الاب ليه بيعامل روسيل بالشكل ده. فالاب سكت شويه وبعدها قال ان هو فشل في ان هو يشوف موهبة ابنه، وقعد يركز قد ايه هو فاشل، وقعد يهزقه طول الوقت وكان قاسي معاه جدا. وعشان كده بقى هو طرده وعاوزه يكرهه على قد ما يقدر ويسيب البيت ويطور مهارته ديت اكتر. وهو بيقعد يعيط ويقول انه بيحب الواد دوت جدا لانه طيب زي امه، لكن عشان كده برضه لازم يسيبه يخرج ويشوف موهبته في حياته كلها. ولما روسيل سمع كل دوت بيكون مصدوم وقعد يعيط. اما بقى الاب بيطلب من اخواته ان هم يهتموا بروسيل جدا في القصر. والتاني يوم بنشوف ان ارس واقف مستني الاخوات التلاتة، فغاتوس وماركوس بيودعوا ابوهم، لكن روسيل بيطلع واخد بعضه وماشي. فارس وقفه وطلب منه يودع ابوه هو كمان، لكن ابوه بيعمل نفسه مش مهتم وراح يكمل شغله. فبيروح روسيل من وراه وقال له انه مستحيل يكرهه على فكره، وانه ممكن يكون فشل في الصيد ومالوش اي فايده في البيت، لكنه هيرجع من القصر وعنده مواهب تانية كتير، وانه بقى يخليه فخور بيه. وهنا بقى الاب والاخوات قعدوا يعيطوا وطلبوا منه ان هو يجي يعيش معاهم من تاني بعد ما يخلص تدريبه في القصر. وبعدها بقى الكل بيشكروا ارس عشان هو السبب ان هو يغير روسيل، وبيقسموا ان هم هيكونوا جنود متابعين ليه طول عمرهم. بس بسرعه بيعدي الوقت وارس بيكون 9 سنين وتعب ابوه جدا وقتها، وكان المفروض ان بطلنا يمسك مكانه في المهمات اللي جايه، لان في الفتره دي كان حاكم مملكه ميسان اتقتل وابنه الصغير مسك مكانه. فالابن الكبير بقى فكر ان اخوه زور الوصيه، ومن وقتها والحرب شغاله وكل المناطق اللي حواليهم بتستغل الفرصه عشان يستحوذوا على مملكه ميسان. بس في الوقت دوت اهل البلد لما شافوا قوه الابن الكبير عملوا مظاهرات عشان يمسك هو العرش، وده خلى البلد تتقسم نصين، نص مع الابن الكبير ونص مع الصغير. وكان ارس قاعد مع ابوه هو في السرير زي كل يوم وبيتكلموا عن الحرب وهيعملوا ايه، لكن ريفن بيقول له في حاجات اهم دلوقتي وهي خطيبته. وهنا ارس بيتصدم، هو خطب امتى اصلا؟ فريفن بيقول له ان نسي يحكي له عن الموضوع ده، وان خطيبته جايه دلوقتي في الطريق اصلا، وان المفروض يستقبلها. وطبعا ارس كان هيشد في شعره، فخرج يعيط لاصحابه لانه مش عاوز الخطوبه ديت اصلا، لكنهم بيخرجوه غصب عنه وبيكون متوتر جدا لان عمره ما قابل بنت حتى في حياته اللي فاتت. المهم بقى ان البنت لما نزلت وشافها كان مصدوم من جمالها الشديد وكمان مهارتها العاليه جدا، فهو بقى بيشك فيها وبيفكر انه مش لازم يركز في جمالها ده وممكن يكون وراها نوايا خبيثه. لكن لما نزلت بتعرفه بنفسها بطريقه ظريفه جدا واسمها بيكون ليشيا، فهو
فهو بيقعد يفكر اكتر انه واضح ان البنت بتمثل عشان تاخد منه العرش بتاعه، لكنه بيقول لها بعد كده تعالي هوريكي اوضتك فين. بس وهم داخلين الخادم بتاعها بيشوف ريدز وبيتضايق جدا لانه ملكاني، بس البنت بقى بتدافع عنه، فبطلنا بيفرح بالحوار ده جدا. لكن بعد كده الكل بيقعد يرحب بيها وبياكلوا سوا كمان. لكن خلال كل دوت ارس بيكون لسه متوتر، بس وهم بياكلوا بتقول له ان هي شافت لامبورج وكانت جميله جدا، فبيقول لها بقى لو الجو حلو هياخدها في جوله في المدينه كلها. وفجاه الجو بعد ما كان شتاء بقى شمس وجميل جدا، فبيتصدم على الاخر وبيكتشف ان ليشيا بتعرف تتحكم في الطقس، وهي بقى بكل براءه بتقول له يلا نخرج في الجوله بتاعتنا. بس في وسط كل ده روسيل وشارلوت بيكونوا واقفين ورا الباب بيقيموا الموقف، وروسيل مش عاجبه البت ديت وبيقول هي جميله ايوه لكن مش مستريح لها ابدا. فشارلوت بتوافقوا على كلامه ده. بس بعد كده ارس بياخدها في الجوله والناس كلها كانت بترحب بيه وبيها كمان. لكن فجاه وهم ماشيين بيلاقوا خناقه بين اتنين تجار على صفقه بينهم، فبيقعد ارس يفكر عشان عاوز يحل الموقف دوت بسرعه، بس خايف يفشل وبيبقى منظره قدام البنت وحش. لكنه على طول بيلاقي ان شارلوت وراه وهي متحمسه جدا ان في خناقه وعاوزه تخلصها بالسحر بتاعها. لكن فجاه ليشيا بتروح عشان تسلم عليها بحماس لان شارلوت مشهوره بسحرها القوي جدا. فشارلوت بتوافق على ده، لكن دوت مش معناه ان هي حبتها خالص. بس بعد كده بنشوف ان ليشيا بتقول لارس سيب لنا المشكله بتاعت التجار ديت وهحلها، لكن لو حلتها كويس هتطلب منه طلب. وبتروح بالفعل للتجار وعرفت نفسها على انها خطيبه ارس، فالكل بيرحب بيها بالفعل. فطلبت بقى من التاجر ان هي تشتري منه الحجر السحري اللي معاه بتمن حلو، وفي المقابل هي عندها في البلد بينتجوا احجار سحريه ناريه كتير وهتبيع له منها كميه كبيره. فالتاجر بيوافق على طول، وبتقول بقى ان دوت اقتراح ارس، فالكل بيقعد يشكر بطلنا جدا. اما هو بيطلب منهم ما يبقاش في خناقات بينهم من تاني، واي عقد يتكتب في ورق عشان المشاكل اللي زي ديت بعد كده. لكن بقى بعد ما الحوار بيخلص بطلنا بيشكر ليشيا جدا وبيكملوا في الجوله بتاعتهم، لكنها بتوقفه وقالت له ان طلبها بقى ان هي هتساله سؤال ويجاوب عليها بصراحه، فهو بيوافق على الموضوع ده. فهي بقى سالته ايه نوع الاشخاص اللي هو بيحبهم، فارس بيسكت فجاه وبيقعد يفكر في الموضوع دوت يكون صريح معاها ولا لا. وقرر ان هو يواجهها في النهايه وقال انه بيحب الشخص اللي بيعبر عن آرائه بصدق ومش بيخبي حاجه عليه. وبيكون فاكر ان هي هتزعل، لكنها بتتعامل في الموضوع عادي جدا، وقالت ان هي هتحط المعلومه ديت في دماغها دايما. وبيكملوا بقى الطريق، فهو بيستغرب من الرد بتاعها ده. لكن بعد ما كملوا اليوم كله لعب وهزار، الليل بيجي وارس بيكون داخل ينام بيلاقي ليشيا تحت البطاريه مستنياها اصلا. فالكلام ده بيفاجئه وبيفكر ان هي نسيت اوضتها اصلا، لكن هي بتاكدت شكوكه لما قالت ان هي عارفه مكان اوضتها كويس، وهي اللي طلبت من الخدم يوروها اوضته لانها عاوزه تتكلم معاه بشكل صريح. فبطلنا بيوافق، وبعد ما بيعمل كوبايتين شاي بيسالها هتتكلم في ايه بالظبط، فقالت له ان هي عايزه تعرف رايه فيها. والكلام ده بيفاجئ ارس جدا، فبتقول له بقى ان عندها موهبه مميزه بتخليها تقدر تعرف اللي قدامها بيحس بايه اول ما تشوفه. وهي اول ما شافته كانت نظراته فيها شك كبير، حتى لو هو حاول يخفي ده لانها حست بيه كويس. لكن بتعرفه ان هي مش بتعاتبه لان دوت طبيعي في اول لقاء. بس بتقول له برضه ان هي كانت بتفكر دايما ان بقدراتها بتخلي الناس يحسوا براحه معاها، لكن واضح ان اللي هي عملته خلاه يشك فيها اكتر. وبعدها سالته بشكل مباشر ليه مش بيثق فيها، فبطلنا قال لها ان عنده قدره التحليل، ولما شاف مستوى طموحها عالي جدا خاف عشان فكر ان عندها دوافع خفيه. فالبنت بتصدق كلامه ده، والصدمه الكبيره لما قالت ان هي كانت رافضه الخطوبه ديت اصلا وما كانتش عايزاها خالص، لكن لما شافته وشخصيته المحبوبه ديت من الناس هي كمان حبته. وموضوع طموحها العالي دوت عشان نفسها حد يحبها من النظره الاولى. فطبعا ارس وشه بيقلب احمر جدا اول ما حد في حياته اعترف ليه بحبه، فبيقول لها شكرا جدا. اما هي بقى بتستأذن وبتمشي، فبطلنا بيكون متضايق من رده الغريب عليها، يعني ايه يقول شكرا وبس. اما ليشيا لما خرجت من الاوضه بتقف قدام الباب وهي محرجه جدا، لان ازاي تعترف بحبها كده وكمان هي اللي راحت له الاوضه بكل جراءه. بس بنشوف على طول ان هي راحت تقف قدام الشباك وبتفكر في عالم النبلاء دوت قد ايه هو وحش، وكلهم بيكذبوا على بعضهم مستضقين، وكل واحد بيفكر ازاي يبقى ليه سلطه اكبر. وهي اصلا عاشت وسط الناس دي طول حياتها وبقت فاهماهم جدا، وكرهت ان هي بتشوف المشاعر دي. لكن كل ده اتغير لما شافت واحده من النبلاء الضعفاء اتجوزت واحد اقوى منها، ورغم كل الناس اللي معاه كانت رافضه الموضوع ده لكنه كان معاها وبيحميها دايما. ومن وقتها بقى ليشيا بتعتز بقدرتها وبقت عندها طموح ان اي حد يحبها. وبيتضح ان هي اللي كانت قاصده كل اللي حصل لانها مش عاوزه تتجوز ارس، وهي اللي خلته يشك فيها من الاول. لكنها لما اتعرفت عليه اكتر بدات تحبه وغيرت فكرتها من ان هي تتجوز واحد
واحد غني وخلاص. وخصوصا لما شافت قد ايه هو لطيف مع الناس لما خدها في الجوله في لامبورغ، لان حتى لما رجلها تعبت راح جاب لها كريم عشان يريحها كده، وعشان كده بقى هي حبته وما ترددتش ابدا ان هي تعترف بمشاعرها دي. بس بنشوف تاني يوم ان هي رجعت لبلدها بعد ما ارس ودعها، وبدا الاتنين يتكلموا في الجوابات ويعرفوا بعض اكتر، وارس حس انه بدا يحب البنت ويهتم بيها كمان. لكن بنعرف برضو ان الحروب بقى عددها قليل الفتره الاخيره وبقى الجو كله هدوء، وده كان مخلي بطلنا مرتاح جدا وبيتمنى ان بلده تفضل كده على طول. بس بعدها بفتره بترجع حاله ابو بطلنا تسوء اكتر، والدكتور بيقول ان هو يستعد للأسوأ. فبطلنا كان زعلان جدا لانه ملحقش يرد كل جمايل ابوه عليه، وبيفتكر الوقت اللي اتقتل فيه حاكم ميسان وحاولوا يمسكوا اللي قتله لكنه انتحر، وبعد كده بقت مشكله الحكم مستمره والحروب رجعت من تاني. بس لما الدكتور مشي بقى راحوا كلهم يقعدوا مع ريفن، وسأل روسيل متوقع ايه بعد موت النبيل ده، فبيقول له اكيد حروب كبيره جدا هتبدا. فبيقول ريفين عندك حق، الحرب المره دي هتكون اصعب من الاول بكتير، وكل نبلاء منطقه ميسان هيضطروا يخشوا الحرب سواء بقى للابن الكبير كوران او للابن الصغير، لان الواضح للكل ان الحكم هيختار الابن الصغير، والحروب هتفضل مستمره لحد ما توصل للامبورغ. وبيقول انه متوقع رساله استدعاء من الملك روميل قريب جدا، وبعدها كان هيقوم عشان يستعد لكن بسبب تعبه مش بيقدر ابدا. وبعدها بيروح ريدز لبطلنا وقال له ان في رساله جت من لورد روميل، فبيطلع ريفين كلامه صح. فبيقول بطلنا ان هو اللي هيروح مكان ابوه المره دي، والميعاد بعد 3 ايام. وبالفعل بعد ال3 ايام بيروح ريدز وارس وشارلوت لمدينه كناري، ولما وصلوا القصر الحارس كان شاكك في بطلنا اصلا، لكن لما شاف معاه ريدز وشارلوت المشهورين جدا بسبب الحروب اللي كسبوها بيروح الحارس مدخلهم على طول، فبطلنا بيكون متوتر. بس بعدها بيستقبلهم خادم لومير اللي اسمه ميناس، وبيطمن على حاله ريفن من بطلنا اللي بيحلل قوته وكانت جامده جدا. بس بعدها الخادم بيقول له انه سمع عن اصحابه دول ويقدروا يشتروهم منه للقصر وهيوفروا ليه كل اللي هو يطلبه، لكن ريدز بيرفض على طول وقال انه اقسم ولاءه لبطلنا وبس. وشارلوت بتقول نفس الكلام. فبعدها الخادم بيدخلهم للقاعه اللي فيها الرؤساء، ولما دخل ارس كان متوتر جدا لكن بيسلم عليهم وبيقعد بهدوء. فواحد منه قال له هو انت مش فاكرني ولا ايه؟ بقالي كتير ما شفتكش صحيح. وبيتضح لينا ان دوت اسمه اورسي صاحب منطقه كومير، وكان بيلعب مع ارس دايما وهو صغير، لكن في نفس الوقت الرئيس التاني كان متنح لبطلنا بطريقه مرعبه جدا لدرجه انه بيخلي ارس متوتر. بس فجاه بيخش اللورد لومير وشكرهم على حضورهم ده، فبيقعد ارس يحلل قوته، وكان مذهول بقوته الكبيره لان حتى نقاط الضعف اللي عنده بيكملها ليه الخادم بتاعه ميناس. فالحاكم وقتها بيقول لهم اكيد سمعتوا بكل اللي حصل، وانه بس حب يقول لهم دوت وش الوش لان الحرب اللي جايه هتكون صعبه جدا. وبيأكد عليهم ان هم هيكونوا مع الابن الكبير كوران، وطلب من كل واحد في منطقته يجمع الجنود اللي عنده. فبيفتكر ارس كلام ابوه كل اللي قاله لانه بيحصل دلوقتي. بس بعد ما خلص الاجتماع ارس قعد يقول انه كان متوتر جدا، لكن فجأة اللورد بيروح لارس وسأله عن حالة ريفن، بس بيقول لبطلنا برضه انه متوقع منه انجازات كبيره جدا. لكن بعدها الراجل اللي كان متنح في ارس بيروح يكلمه وقال له ان هو هاموند، واتضح ان دوت ابو خطيبته ليشيا اصلا. وبيساله بقى ليه الفتره الاخيره مش بيكلم بنته وبيتعامل معاها بطريقه وحشه كمان، وساله امتى كان اخر رد على الرسائل بتاعتها. فبيسكت بطلنا شويه لانه عارف انه اهملها الفتره الاخيره وبيعتذر عن ده. وبيقول برضه انه هيرد على كل الرسائل اللي فاتت. فبيقول هاموند ان هو ممكن يكون شخص متسامح وطيب، لكن لو اي حاجه تخص بنته حصلت مش هيتردد عشان يعمل حرب، وانه بقى عايز يتاكد ان بنته هتكون بامان مع ارس، وبيعتذر ان هو خرج غضبه عليه. فارس بيقول له بقى ما يقلقش ابدا. بس بعدها هاموند بيمشي، ولما رجع ارس للبيت وراح لابوه ريفن ساله انت رحت للاستدعاء من غير ما تقول لي ولا ايه؟ فبطلنا بيكون فاكر ان ابوه زعلان، لكنه بيتفاجئ لما مدحه وقال له ان هو لسه طفل لكن يعتمد عليه. وبعدها بيرجع لاوضته فبيرد على كل الرسائل بتاعت ليشيا، ورغم انه عارف ان رده هيخوفها لانه قال لها على الحرب وان الدنيا هنا بايظه على الاخر، لكن برضه مش هيكذب عليها. بس تاني يوم على طول بنشوف انه بيتدرب بالسيف رغم حالته الصعبه، لكنه بيكون مستمر في التدريب. وحتى لما ريدز بيحاول يخليه يرتاح بيرفض
بيرفض لانه عاوز يبقى اقوى وقت الحرب. لكن بعدها بيبص على الجنود وهو بيفكر ان كلهم بيتدربوا وبيزدادوا قوه، لكن هو بدون اي تحسن. ده غير برضه ان قبل كده لما مسك فرقه لوحده وحاول يقودهم في التدريب انتهى بفشل كبير جدا. وبيقول انه لازم يبقى قائد قوي عشان الجيش ما يخافش معاه في الحرب. بس وهو بيفكر كده روسيل بيجيله وهو بيجري وبيقول له بخوف ان اقليم سادز هيبعت جيش لكومير، واللورد لومير كمان بيطلب منهم يحضروا جيوشهم لساحه المعركه دلوقتي حالا، لان الاعداء لو دخلوا على كومير يبقى خدوا لامبورج معاهم كمان لانها مش بعيده عنها. فطلب منهم ارسي يجمعوا الجيش فورا وان هو اللي هيكون القائد. وبعد ما قعد يحفز في الجيش فجاه بيلاقي ان ابوه وراه وقال له ان هو اللي هيروح مع الجيش. فبيحاول ارسي يمنعه عشان هو لسه تعبان، لكن الاب بيقول له انت مش مؤهل تروح للمعركه دلوقتي. وبيطلب وقتها من الحراس يخرجوا شخص معين من السجن. وشرح لارسي وقتها ان الشخص اللي خارج من السجن ده مجرم مرعب، قتل وسرق ونصب على ناس كتير جدا وكان المفروض يتعدم اصلا، لكن اعدامه اتاخر بسبب المرض بتاعه. لكن دلوقتي بقى هينفذ حكم الاعدام ده. وبيقول لارس ان لو قدر يبص عليه وهو بيموت هيعترف بدخوله لساحه المعركه. وبعد دقايق بنشوف ان الراجل دوت موجود وكان شكله مخيف جدا، لكن خلال ما هو خلاص بيتعدم بيقول لارس ان اكتر ناس استمتع وهو بيقتلهم كانوا الاطفال اللي زيه، وده لما كان بيشوف الخوف في عينيهم. وبعدها بقى بيتم الاعدام. وخلال ما دوت بيحصل بيفضل ارس واقف بصدمه ومرعوب وما قدرش يبص اكتر من كده وبيبعد وشه على طول. فالاب قال له وقتها مش عيب انك تكون بتخاف، فبيحس بطنه بالنقص الشديد. لكن بعدها ريفن بيطلب من الجنود يروحوا معاه للمعركه وبياخدهم ويمشي على طول. وبيفضل بطنه على الحاله دي لوحده لانه اكتشف انه مش مستعد للحرب بالفعل، وبيقعد يعيط كمان. لكن لما الجنود بيوصلوا ساحه المعركه كانوا بيحاربوا بقوه كبيره جدا، والغريب ان ريفن نفسه كان عنده قوه مرعبه، لكن لما الحرب بتخلص بيتعب اكتر من الاول بكتير. وبنشوف ان هم رجعوا بعد 3 ايام من عيد ميلاد بطنه، والعيله كلها بتتجمع مع الاب. فبيروح بطنه عشان يطمن عليه، بس بيلاقي ان ريدز وشارلوت وروسيل واقفين قدام الباب، واتفاجئوا لما شافوا ان بطنه وشه متعور وتعبان جدا. فقال لهم ما يقلقوش وانه وقع بس وقت التدريب، وبيسأل عن حالة ابوه. ولما اطمن عليه بياخد بعضه وبيرجع عشان يكمل تدريبه من تاني. بس ريدز بيحاول يوقفه عشان هيتعب اكتر لو كمل بالشكل ده، لكن بطنه مش بيهتم ابدا وبيرجع لتدريبه من تاني. فشارلوت وقتها بتقول ان على الحال ده بطنه هيقعد في السرير جنب ابوه، لانه من ساعة ما هم راحوا للحرب ومبطلش تدريب ابدا. لكنهم فجأة بيسمعوا صوت خبط جامد على الباب، وليشيا بتخش وهي قلقانه وسالت على حاله بطنه ولو كان في البيت ولا لا، وان رسايله كلها كانت تقلق اصلا، وده لانه ما بقاش زي الاول خالص. فبيقول لها ريدز على اللي حصل كله قبل الحرب مع ابوه، وانه من وقتها وحاسس بالنقص وشايف انه مش كفايه. فطلبت ليشيا بقى ان هي تقابله على طول، وبياخدوها بالفعل لساحه التدريب، وبتفتح الباب وكانت هتخش على طول. لكن لما شافت ان بطنه كان بيتدرب لكنه كان ضعيف بسبب انه بيبذل جهد كبير جدا، وكل ما الجندي يطلب منه يرتاح بيرفض ويكمل رغم انه بيتأذي. فبتقرر ان هي ما تقابلوش وقفلت الباب من تاني. وبتقول لريدز بقى واضح ان ده مش الوقت المناسب. بس فجأة بتيجي الخادمة وبتقول ان ريفن استعاد وعيه وبيطلب الابطال الثلاثة. فريدز وشارلوت وروسيل بيخرجوا على طول، ولما دخلوا بيعتذر لهم ان هو سبب ليهم متاعب كتيرة، لكنهم بيستغربوا جدا هو دوت ريفن القاسي جدا. لكنه قال لهم انه مش بيتكلم دلوقتي بصفته نبيل، لكنه بيتكلم بصفته اب، وبيشكرهم بقى على كل اللي بيعملوه. وقال لهم انه مش هيعيش كتير لانه عارف جسمه اكتر من اي حد، ولازم يقول لهم الكلام ده لانه ما كانش عارف ارسي بيفكر في ايه لما جابهم القصر. وخصوصا بقى روسيل الطفل اللي عنده 4 سنين كان هيعمل بيه ايه، لكنه دلوقتي بيعترف ان هم عمدان المنطقه بتاعتهم، وعشان كده بيطلب منهم يفضلوا جنب بطنه لان بطنه مش قوي كفايه. وبسبب بقى اقترابه من الموت بيدرك انه غلط في حق ارسي كتير، وكان لازم ياخده معاه لساحه المعركه من وهو صغير عشان يتعود على الوضع، لكنه دلوقتي مش هيقدر يروح لهناك ابدا. لكنه على طول بيفضل يترجاهم يفضلوا جنب ابنه، وكلهم بيقعدوا يعيطوا وبيقولوا ان هم موافقين على كل حاجه وبيشكروه كمان. لكن بعدها ريدز بيقول ان عنده طلب وانه عاوز الاب يقابل ليشيا، وبعدها بيطلع لليشيا وبيقول لها ان هي تقدر تخش. ولما دخلت كلهم بيخرجوا على طول، وبتفضل لوحدها مع الاب ريفن، وبيعتذر لها بقى لان ما كانش عنده وقت يقابلها ابدا. وقال لها كمان انه اختارها عشان تكون خطيبة ابنه لانه شاف فيها بنت لطيفة وطيبة وهتقدر تدعمه دايما. فبتقول له بقى ان ابنك بيحاول يتغلب على نفسه عشان يكون زيك بالظبط. فبيرد وقال لها انه مبسوط بالكلام ده. لكن بعد ما بيخلصوا كلام بتخرج وتقول لهم انه عاوز ارس. فالكل
بيروحوا عشان ينادوا عليه ما عدا ريدز اللي بيقف في مكانه منهار من العياط. لكن بعد شويه بيخش بطلنا على ابوه، كان في ايديه كميه كتب واعشاب كتير جدا، وقال انه قعد يبحث كتير ولقى الاعشاب دي كلها هتخليه يبقى كويس. فالاب قال له انت كبرت يا معلم، وقعد يحكي له بقى عن حياته واللي حصل وهو في سنه لما كان مجرد مزارع وهرب من البيت لما شاف نبيل كناري، ووقتها بقى حس انه لازم يكون زيه، وفضل بقى يترقى من حارس لجندي نبيل. لكنه في الاخر بقى بيخاف على اهل لامبورg كانهم الكنوز بتاعته اصلا، وطلب من ارس بقى انه يكون زيه ويخاف على البلد ويحميها. فبطلنا بيوافق على كلامه على طول، بس بعد كده بيقعدوا طول الليل يتكلموا ويضحكوا لحد الصبح. لكن بطلنا بيصحى على خبر مشؤوم لان ابوه بيموت، ووقت الجنازه بقى بينده على اخواته التوأم واللي اسمهم بيكون كرين ورين، وبيطلب منهم يودعوا ابوهم. وبعدها بقى بيبص للشعب وقال لهم ان ابوه علمه حاجات كتير جدا عشان يبقى قد المسؤوليه، ورغم انه ضعيف لكنه هيقدر يحكمهم. وطلب بقى من الكل ان هم يساعدوه بقوتهم، وهو هيساعد البلد دي تكون افضل شعب. لكن بعدها بيقعد يعيط، فالكل بيقولوا ان هم هيكونوا في ظهره وبينحنوا وبيقسموا الولاء ليه، وكلهم بيكونوا فرحانين من الكبار للصغيرين. اما بقى ريدز وشارلوت وروسيل كل واحد منهم بيفتكر ذكرياتهم مع ريفن وقد ايه الاب ده كان حنين عليهم زي ابوهم بالظبط. بس بعد كده بقى ارس بيبص على كفن ابوه، طلب منه يراقب كل اللي هيحصل في المدينه دي. لكن بسرعه بتعدي 3 شهور وبيروحوا بطلنا القبر ابوه بيقعد يتكلم ويقول ان برغم الوقت اللي عدى ده لكنه لسه بيحاول يتاقلم مع المنصب الجديد. بس فجاه بيلاقي ان ريدز بينده عليه عشان يمشوا من المكان ده، فبيودع ابوه ياخد بعضه ويمشي من المكان. وبعدها بيروح لقاعه المؤتمرات، وكان اللورد لومير بيواسيه وبيشجعه لانه هيكون احسن من ابوه بكتير وهيتحمل المسؤوليه كمان. بس بعد كده بيقعدوا يتكلموا في الحوار بتاع الهدنه بين الاخين في ميسان، وكان كوران نجح في تجميع جيش كبير جدا، وطلب من لومير في ميسان ان هو يشرح الوضع بالكامل للحلفاء. فقال له وقتها ان الاخ الصغير دلوقتي بيحكم عاصمه ميسان، اما كوران بيسيطر على المدينه التجاريه، وعشان كده هم عندهم نجاح اقتصادي كبير جدا، وده معناه ان المناطق اللي حواليهم هتكون مفيده جدا ليهم. وان الاخ كوران بيحاول يامن المناطق اللي حواليه، لكن في منطقه في الغرب اسمها بيرنا رفضت ان هي تكون معاهم. وبنفهم بقى ان من غير المنطقه الغربيه دي مش هيعرفوا يعملوا خطوط تواصل بينهم، والشيء ده احتمال هيزود خسارتهم في الحرب الجديده. وبيقول لهم لومير بقى ان هم حاولوا معاهم كتير لكن بدون اي نتائج. لكن فجاه طلب ارس من لومير ان هو واصحابه يحاولوا في الموضوع ده. واتضح لينا ان من كام يوم ارس كان قاعد مع روسيل وبيحللوا نفس المشكله، واقترح روسيل ان هم لازم يكتشفوا الوضع كله في بيرنا الاول عشان يقدروا يحددوا هيضمهم معاهم ازاي. وبعدها قعد ارس يفكر ازاي هيجمع المعلومات عنهم. فريدز قال له على فرقه مرتزقه اسمها الشادو تقدر تساعده يلاقي اي معلومات وان هم شاطرين جدا. فروسيل بقى بيقول لبطلنا ان هو يقول نفس الكلام دوت للومير لما يقابله. لكن بنرجع للحاضر من تاني بعد ما ارس قال كل حاجه، فلومير بيوافق على الموضوع وارس بيشكره جدا. لكن وهم راجعين للمدينه بتاعته بيقول ان هو كان متوتر جدا. لكن فجاه وهم ماشيين بيلاقوا شويه عيال بينادوا عليهم، وبيتضح بقى ان دول نفس الاطفال اللي كانوا مع شارلوت في الماضي وهي صغيره ودلوقتي كبروا وهي لسه بتساعدهم. لكن بيقولوا ان هم راحوا لدار الايتام اللي بناها ارس عشان يتجمع فيه كل اطفال الشوارع. وبتسلم عليه صاحبه الدار وبتشكره جدا. اما الاولاد قعدوا يحكوا كل واحد فيهم بقى يشتغل ايه وحياتهم بقت افضل بكتير، وبيشكروا بطلنا وشارلوت. لكن بعد ما بيمشوا شارلوت بتقول ان هي كانت بتفكر تاخدهم معاها في لامبورg، لكن كويس ان هي سابتهم هنا عشان يتربوا كويس وسط الناس. بس فجأة وهم بيتكلموا بيلاقوا ليشيا جايه من وراهم، وبتقول ان هي لما عرفت ان ابوها هيقابله النهارده في اجتماع قررت تيجي معاه. فبطلنا قال انه مبسوط جدا لانه شافها وشكله بيكون لسه متوتر ومش عارف يتعامل معاها اصلا. لكن فجأة بيجي طفل وبيوسخ فستانها، فبيتوتر ارس جدا وبيفضل يعتذر ليها، لكنها بتقعد تضحك وبتقلع الجزمه بتاعتها وراحت تكمل لعب مع الاطفال. فارس بيستلطف افعالها دي. بس في ليل نفس اليوم بيقرروا يباتوا في دار الايتام ويمشوا تاني يوم على طول. فكانت شارلوت نايمه مع الاطفال، وارس وروسيل وليشيا بيقعدوا يتكلموا مع بعض. فليشيا بقى بتسال ارس وراه ايه بكره، فبيقول لها على مجموعه المرتزقه اللي هيقابلها. وليشيا بقى كانت متحمسه تسمع اكتر، فقال لها بقى لو عدى اليوم ده على خير هيجي ياخدها بكره. بس بتقول له لا يا عم ده انا بايت هنا معاكم، وده بيخليه مصدوم جدا. وبيفتكر لما كانت جايه هي والخدم بتوعها معاها شنط كتير جدا، وان هي مش هينفع تمشي دلوقتي ابدا. فبيتعصب جدا لكنه بيكتم في نفسه، وبيقول لها جهز لك اوضه. لكن بتقول له لا يا عم عاوز اكون معاك في الاوضه بتاعتك. لكن بطلنا بيرفض بسرعه. بعدها بتصحى شارلوت من صوتهم ده، وبيفضلوا يتخانقوا عليه مين فيهم هينام جنبه. بس بيخش
ريدز وبيتفرج عليهم، فبيطلب منه ارس ينقذه، لكن ريدز بيسيبه ويمشي على طول، والموضوع بيخلص ان ارس وليشيا وروسيل وشارلوت محشورين كلهم في سرير واحد. لكن تاني يوم كان روسيل وارس تعبانين جدا لانهم ما عرفوش يناموا ساعتين على بعض، وبيخش ريدز عليهم وقال لارس ان في رساله اتبعتت من شادو مستعدين ان هم يقابلوهم بالفعل، لكن ارس اصلا كان في عالم تاني. وبعد كده الكل بيستعدوا لليوم ده وبيشكروا دار الايتام ان هم سابوهم يباتوا عندهم. اما الاطفال بقى طلبوا منهم يرجعوا مره تانية، بس بعد كده بيكملوا في طريقهم عشان يقابلوا مجموعه شادو، واتضح ليهم ان هم هيتقابلوا في حانه على اطراف المدينه. فريدز بيقول لارس ان هو جايبهم عن طريق واحد صاحبه ليه علاقه بيهم، وان شادو دول معروفين بالعمل السري لانهم يقدروا يجمعوا معلومات ويتجسسوا على اكتر ناس في البلد مهمين، وده من غير ما اي حد يعرف عنهم اي حاجه. بس بعدها بيقول ان في حاجه قلقاه، وهي ان رئيس شادو اعتزل اصلا وجه دلوقتي حد تاني مكانه اصغر في السن واشطر بكتير ومهارته عاليه كمان، وهو ده تحديدا الموضوع اللي مخليه متوتر. فبيقعد ارسي يتمنى ان اليوم دوت يعدي على خير، وبعدها بشويه بيوصلوا للحانه. فالبنت اللي هناك استقبلتهم حلوه جدا، لكن صاحب المكان بيقول لهم شطبنا خلاص. لكن لما بيقرب منه ريدز وقال له جمله معينه بيتضح ان هي ديت كلمه السر، والراجل بيسيبهم يخشوا على طول. فارس بيكون مصدوم باللي حصل وخايف جدا، لكن وهم قاعدين كانت كل الانظار عليهم، وارس بيقعد يحلل كل شخص منهم. واكتشف بقى ان القائد بتاع شادو بيراقبهم، بس بيخرج من افكاره لما شارلوت بتساله هيطلب ايه، وبعدها البنت بتيجي عشان تساله هيطلب ايه. فبطلنا بيستغرب منها جدا وقعد يحللها بطريقه غريبه جدا، ولما طلبوا اللي هم عاوزينه بتمشي. وقال ارس بقى ان هو هيروح الحمام على طول، لكن وهو بيغسل ايديه بيفكر ازاي مهارتها عاليه كده، واتضح ان هي راجل مش بنت اصلا وعنده 22 سنه. وفجاه بيلاقي جاي من وراه بسكينه ودخل عليه كمان، وبيسال بطلنا ازاي عرف ان هو قائد شادو، لكن بسرعه بيتدخل ريدز ودافع عن ارس على طول، وكان هيهجم عليه كمان. لكن فجاه ليشيا بتخش وتطلب من الواد ده ما يقللش من ارس، وطلبت منه يقبل طلب ارس. فبيقول الواد دوت بغضب طب لو انا رفضت ايه، وهيكون اصلا صعب يشتغل معاهم بعد ما اتكشف، وانه اصلا دلوقتي عاوز يقتله بعد ما عرف عنه كل حاجه. لكن ليشيا بتقول له انت كده كده يا معلم طول ما ريدز موجود مش هتعرف تعمل اي حاجه. لكن في وسط كل ده ارس كان بيتفرج عليهم وهم بيتفاوضوا وبيكون مرعوب جدا. فبيعتذر القائد عن اللي حصل، بس بيطلب من بطلنا يجاوب على السؤال بتاعه ازاي اكتشف ان هو القائد. فبيقول له بطلنا على مهاره التقييم بتاعته، لكن القائد مش بيصدق ابدا. فبيساله ارس طب انت عاوز ايه عشان تصدق يا معلم. فبيقول له الراجل دوت انه غير اسمه من زمان وانه دلوقتي اسمه فام، وطلب منه بقى يعرف اسمه الحقيقي، وبيقرر برضه انه يقبل مشكله ارس. فبطلنا كان فرحان جدا، بس فام قال له انه مش بيراهن على اي حاجه خسرانه، وبيكون متاكد انه هيوصل للمعلومات اللي بطلنا عاوزها. فارس بيشكره جدا. بس بعد ما فام مشي ارس بيسالهم هو عارف ازاي ان انا كشفته يا جدعان. فليشيا بتقول له ان تعبيرات وشه وهم قاعدين كانت ظاهره جدا واي حد كان هياخد باله. وبعد كده كلهم بيروحوا ورا القائد عشان يتكلموا في الموضوع اكتر ويطلبوا منه تفاصيل اللي هم عاوزينها بالظبط. فبيقول لهم فام ان هو هياخد عمله ذهبيه واحده وهياخد عربون 3 عملات فضيه كمان. فارس بيوافق على طول. فبيطلب منه القائد وقتها يقابله بعد 5 ايام، لكن ارس بيستغرب ان هو هيجيب المعلومات بالسرعه دي. لكن في نفس الوقت دوت كانت شارلوت نازله اكل في الاكل اللي طلبوه، وروسيل بيكون متضايق منها. لكن بعد ما طلع ريدز وارس وليشيا من عند فام بيقول بطلنا انه قابل خلاص القائد وخلصوا الحوار بتاعهم. فشارلوت قعدت تقول ان هي كانت عاوزه تقابله هي كمان، لكن فجاه بيقاطعها الخادم اللي هو ذات نفسه القائد وجاب لها طبق حلويات على حساب الحانه. لكن بسرعه بيعدي 5 ايام وبيرجع بطلنا مع ريدز تاني لنفس الحانه دي، وده عشان يقابلوا فام ويعرفوا تفاصيل بتاعه المهمه. ففام بيقول لهم ان هو لوحده اللي كان مسؤول عن التحقيق ده، وكان ارس مصدوم اصلا هو ازاي الراجل دوت خلص المهمه بالسرعه دي. لكن بعد كده فام بيخرج لهم ورقه وبيتضح ان دوت عقد عليه ختم لكل المدن. والغريب اكتر ان هم لقوا ختم مدينه ماسا، وديت مدينه جنب لامبورغ، والمدينه دي كان المفروض ان هي عامله تحالف مع قران، ومعنى ده ان هي خانتهم وراحت للاخ الاصغر. فبيقول ريدز ان ديت مدينه فيها اقوى جيش عندهم وعدد سكان كبير كمان، يعني لو وقفت جنب اي حد هيتوقع فوزه. فبيقول لهم فام ما يمكن شافوا ان الجيش بتاع قران ضعيف وهيخسر الحرب وعشان كده سابوه. فريدز وقتها بيبص له بشك وطلب منه يثبت ان العقد دوت حقيقي. ففام بيقول له انها اسرار المهنه بتاعته، لكنه بياكد لهم ان العقد دوت جاي من على
المكتب الاخ الصغير. فريدز بيعتذر على الشك ده. بعدها ارس بيشكر فام وكان هيديله العمله الذهبيه، لكن فام رفض وقال له انه هيعتبر انه دوت اعتذار منه على اللي حصل اخر مره. فارس بقى كان مبسوط جدا بالكرم بتاع الشخص ده. لكن بعدها ارس قال لريدز ان هم لازم يبلغوا اللورد رومير بالمعلومات دي. وبيوصلوا بعدها بشويه وحكوا له كل اللي حصل، فقال لهم ان العقد دوت حقيقي بالفعل، ودلوقتي شكل ضم مدينه بيرانا هيكون صعب جدا. لكنه بعدها بيطلب من الخادم ميناس يودي العقد دوت لقريتين تانيين ويعرفهم الخبر ده، وبيشكر ارس بعد كده على المجهود بتاعه. لكن فجاه ميناس بيرجع لهم وقال ان في غلطه في العقد ده وان ختم مسا مش صح، وطلب منهم بقى يرجعوا معاه على المكتب بتاعه. ولما بيوصلوا بيوريهم عقد زيه بالظبط لكن مع قران، وكان عليه ختم مختلف لمدينه ماسا، وده معناه ان الختم دوت مزور، وان اللي خلى بيرانا تتخدع وترفض ان هي تنضم ليهم هو الموضوع ده. لكن بعد كده بيقترح روسيل ان هم يهجموا على بيرانا بنفسهم، والاكيد ان هم هيردوا الهجوم لكن هيخسروا بسبب قوات ارس القويه، وان لازم الاخ الصغير هيعتبر بيرانا تهديد حقيقي ليه وقتها. فبيقول لهم لومير صح الكلام ده بالخصوص مع الحجاره الانفجاريه السحريه، لكن ارس ما بيكونش فاهم يعني ايه الكلام ده. فشرح ليه وقتها ان ديت احجار مش موجوده غير في بيرانا وثلاث مناطق تانية بس في سمر فورس كلها، وعندها قوه سحريه رهيبه جدا. لكن روسيل بيقول لهم انهم مش محتاجين لكل الكلام ده لانهم هيواجهوا بيرانا بالحقيقه بتاعتهم وهيحاولوا يخدعوهم كمان. وبنشوف ان بعد شويه بيروحوا عند منطقه بيرانا، وكان النبيل متعصب جدا وكان عاوز يعرف هم خدوا نسخه من العقد بتاعه ازاي. فبيقول له ارس ان اصلا لامبورجا هي كمان عاوزه تنضم للامير الصغير، وحتى اللورد لومير معاه في القرار دوت. ونبيل بيرانا بيتفاجئ جدا من كلامه، لكن بعد كده بيقول ان مفيش مشكله وان هو هيكلم الاخ الصغير بنفسه، وبكل تاكيد هيقبلهم بكل حب وانه هيعتمد عليهم في المستقبل. لكن بعدها ارس بيساله اذا كان العقد دوت حقيقي بالفعل، فبيقول له النبيل انه خد العقد دوت من الاخ الصغير نفسه. لكن ارس قال له ان العقد دوت في منطقه ماسا وان هو عارف ان هي مع قران اصلا. فبيحس النبيل ان في حاجه غلط، وقال له واضح جدا انك جاي تلعب هنا عشان تقابلني، وبيطلب فورا من الحراس يخرجوا سيوفهم. فبيدافع ريدز عنه، بس ارس بيقول انه مش جاي يتخانق وانه جاي بس عشان يقول له حاجه مهمه جدا. بس فجاه الحارس بتاع ارس اللي كان واقف جنبه ومغطي وشه كمان بيكشف نفسه، وبيتضح ان هو رئيس مدينه ماسا، وده بيخلي نبيل بيرانا مصدوم جدا. وبنشوف بقى فلاش باك للي حصل ده بعد ما قرروا مع اللورد رومير اللي هيحصل. وبنشوف ان هم قبل ما يروحوا لمدينه بيرانا راحوا قبلها للنبيل بتاع مدينه ماسا، ولما شاف العقد قال ان دوت مش توقيعه وانه مزور اصلا. فبيطلب منه ارس انه يساعده في الخطه عشان يعرفوا مين اللي زور التوقيع ده، لكنه اتصدم لما قال انه هيروح لبيرانا بنفسه ويكشف كل اللعبه دي. وساعتها ارس كان مصدوم لكنه وافق في الاخر. وبنرجع ساعتها للواقع، ورئيس ماسا بيقول لرئيس بيرانا ان التوقيع ده مزور وطلب منه بقى يقول لهم الحقيقه. فرئيس مدينه بيرانا بيقول لهم انه كان مع قران في الاول وبيكون عاوز يرجع من تاني، لكن بيكون خايف ان قران يرفضه. لكن رئيس مدينه ماسا بيهدده لان سكانه وجيشه قوي جدا، يعني لو وقف لوحده اصلا مع مدينه قران هيفوزوا في الحرب دي. وبعدها بيسال ارس عن قراره، فبيقول ان كل الناس بتغلط ويقدروا يسامحوه المره دي. وفي النهايه بقى بيوافق رئيس بيرانا وقرر ينضم لجيش قران من تاني. فبعدها رئيس مدينه ماسا بيطلب من ارس انه يبلغ لومير باللي حصل، فارس بيشكره على المساعده الكبيره اللي حصلت دي. وبعد كده بيرجع ارس لقبر ابوه عشان يحكي له كل اللي حصل. بس بيجي ريدز وروسيل من وراه بيقعدوا يتكلموا عن اللي حصل، وان ارس عاوز يخلي البلد بمستقبل افضل وانه بيعمل اللي شايفه صح. لكن فجاه بقى بيلاقي خدامه بتجري وتقول ان في عربيه مهمه جت، واتضح ان اللورد رومير جاي بنفسه يزور قبر ريفن. فبعدها بيقول لارس بقى ان اللورد قران عاوز يقابله بنفسه، فده بيصدم بطنه جدا وهو بيقعد يخطط هيقابله ازاي. لكنه اتصدم اكتر لما بيلاقي ان لومير قال ان هو هيجي معاهم دلوقتي. فبيقعد ريدز وروسيل يشجعوه لانها فرصه كويسه جدا عشان يظهر نفسه قدام الملك المستقبلي. فبطلنا بيتحمس جدا. بس بعدها شارلوت بتشوف ان هي هتلبس ايه عشان تروح معاهم، لكن الخادمه بتخش عليها وقالت ان هم مشيوا اصلا من بدري. فشارلوت بتفضل متعصبه طول الوقت، وفي الوقت ده بيكونوا في العربيه اصلا. فبيسال ارس لو كانت شارلوت مش هتزعل عشان سابوها كده. فبيقول له ريدز ان هم ما ينفعش يسيبوا البيت بدون اي حراسه، وبيقول برضه انه هيبقى يجيب لها هديه عشان يصالحها. لكن ارسو وقتها بيكون قاعد على اعصابه وخايف جدا، لان ازاي ريفي زيه هيقابل رئيس البلد كلها. بس ريدز وروسيل بيحاولوا يخففوا من التوتر اللي عنده ده. بس بعدها روسيل بيقول ان المدينه ديت من فوق شكلها حلو جدا وكلهم بيقعدوا يتفرجوا عليها. اما ارس بقى بيقول
بيقول انه هيعمل المستحيل عشان يخلي لامبورجي بالشكل ده. لكن بعد شويه بيوصلوا للقلعه، وكان كل اللي في المكان بيبصوا على بطلنا لانه طفل صغير جاي يعمل ايه هنا. لكن لما اللورد رومير بيشافه بيرحب بيه جدا وعرف مجموعه من النبلاء عليه. بس خلال ما هما بيتكلموا بينزل اللورد كوران وبيرحب بالكل، ولما انحنوا ليه بقى بيطلب منهم يرفعوا راسهم وبيشكرهم على الحضور دلوقتي. وطبعا كان ارث في عالم تاني وهو عمال يحلل مهارات الملك ده، وانه بالفعل يستحق يكون رئيس البلد رغم ان الناس بتقول ان اخوه احسن منه، لكن ممكن تكون ديت اشاعات. وبعدها بيبدا اللورد يقول ان وفاه ابوه سببت فوضى في المملكه كلها، وان اقليم ميسانا عموما في خطر، والسبب في الخطر دوت هو اخوه الصغير. وبيأكد على الكل ان مفيش اي مملكه من التحالف بتاع سمر فورس كلها هتقف جنبهم. لكن بعد كده بيقول عشان كده لازم يطوروا الاقليم بتاعهم، وان هو ناوي يهزم اخوه وبيطلب دعمهم كمان. فطبعا الكل بيقعدوا يشجعوه وبيهتفوا ليه كمان. فهو بيقول لهم ان في شخص كان ليه دور كبير جدا في المساعده دي، وانه لازم يشكره، وبينده وقتها على بطلنا. فارس بقى كان بيحاول يستوعب الوضع، فبيروح ريدز وروسيل ويزقوه، وهو بيطلع وبينحني للملك وسلم عليه كمان. فبيطلب منه كوران يقف جنبه، وحكى بقى للنبلاء ان ارس هو اللي خلى نبيل بيرانا يدعمهم ويقف جنبهم دلوقتي من تاني. وكمان اكتشف خدعه الاخ الصغير في التزوير بتاع توقيع مدينه ماسا، وطلب من الكل بقى يسقفوا ليه. لكن فجاه بيلاقي ان المكان كله صحراء، لكن لما بيسقف لومير الكل بيكمل وراه. لكن بعد شويه ريدز وروسيل كانوا عمالين ياكلوا فرحانين، وروسيل بقى بيكون زعلان على شارلوت عشان ما جاتش معاهم. فبيلاقي ان ريدز بيعبي اكل عشان ياخدوا ليها بعدين. لكن لما بيبصوا على الارس لانهم عاوزينه ياكل، لانه من ساعه ما وصل بيسلم على النبلاء وما ارتاحش ابدا، وريدز بينده عليه. فبيبص له بقى ارس بطريقه مرعبه جدا. لكن بعدها بيسيبهم يقف في البلكونه شويه، وبيفكر ان الموضوع قد ايه طلع كبير، وانه لازم يحمي شعب كامل. بس فجاه بيلاقي ان كوران جاي ليه وبيقف معاه وبيقول له شكلك كئيب كده ليه يا عم. فارس بقى بيتفزع من الكلام دوت، بس بيكمل كوران ويقول له انه سمع عن الموهوبين بتوعه، وانه هم بالفعل جامدين جدا، وسألوا لو كان اتباعه هم كمان موهوبين باي شكل. فسكت ارس شويه لانه فعلا ما شافش اي حد مميز فيهم، وبيقرر يقول الحقيقه وبيقول له ان كل رجالتك في مستوى عادي. فكوران بيقول له عندك حق بالفعل، انا كنت عارف ده ومحتاج حد ياكد كلامي بس. لكن بعد كده بيقول له احتمال نخسر المعركه اللي جايه على فكره، لان برغم ان عندهم جيش وفلوس كتير، لكن زي ما قال بطلنا دلوقتي القاده اللي معاه مش موهوبين وكنهم طيبين وبس. وعشان كده بقى هيحط ثقته كلها في بطلنا واتباعه في المعركه اللي جايه، لانهم لو انتصروا بالفعل هيخلي ارس رئيس مدينه قنار كلها مكان اللورد لومير. والكلام ده بيخلي ارس مصدوم جدا، وبيساله طب ولومير هيعمل ايه؟ فبيقول له انه كده كده كان هيديله جزء اكبر يحكمه لانه يستحق ده. وبعدها ساله بقى لو كان ينفع ياخد اتباعه، لكن ارس بيرفض على طول. وكوران بيقعد يضحك لانه عارف ان دوت هيكون الرد، وطلب منه بقى يدور على اتباع موهوبين اكتر عشان يساعدوه بعدين. ولما خلصوا كلامه مشي كوران، بيقعد بطلنا يفكر دلوقتي ان كل الثقه ديت فيه لازم يبقى قدها. بس في نفس الوقت ده عند الاخ الصغير كان قاعد مع اتباعه، وواحد اسمه توماس قال له انه واضح ان خساره كوران باينه جدا. لكن الاخ الصغير بيقول انه مش بيحب يخش اي حرب غير لما يكون واثق بنسبه 100% من الانتصار. وبعدها بيطلب منهم يجيبوا بنت اسمها ميري لان موهبتها جامده جدا. بس توماس قال له ان هي دلوقتي بقت مدمنه على الكحول ومش طبيعيه ابدا، لكن الاخ الصغير بيكون مصمم عليها. لكن تاني يوم بنرجع لابطالنا من تاني اللي رجعوا للقصر بتاعهم، وروسيل بيكون ادى لشارلوت الاكل اللي خدوه من المدينه، وهي بقى كانت فرحانه بيه جدا. لكن بعد كده بيطلب ارس من ريدز انه يكلم مجموعه شادو عشان يدوروا على ناس موهوبه زي ما كوران طلب منه. فريدز وافق وقتها على طلب بطلنا، وبيروحوا الفم بعدها وطلبوا منه يدور ليهم على اللي هم عاوزينه من موهوبين. اما ارس بقى قال له انه هيضيف ليها 20 عمله ذهبيه فوق المرتب بتاعه، وطلب منه يبذل كل مجهوده. بس لما خلصوا الحوار بتاعهم وخرجوا لشارلوت وروسيل اللي كانوا مستنيين بره، كان ارس رايح لهم لكنه بيخبط في واحده ووقع على الارض، وهي اصلا كانت سكرانه بس بعدها بتساعده وسالته لو كان كويس، بس بعدها سابته ومشيت على طول. فريدز بيكون متعصب لكن ارس بيوقفه، والبنت ديت بيتضح ان هي داخله الحانه بتاعه فام. ففام بيقول لها ان هم لسه ما فتحوش اصلا. اما البنت بقى بتقول له ان هي مش جايه تشرب لكنها جايه تشتغل هنا. وفي الوقت ده بيخرج صاحب الحانه نفسه، وبيكون واضح ان هو يعرفها لان البنت ديت كانت بتشرب هنا دايما ومش بتدفع الحساب ابدا. فالبنت قالت ان هي مفلسه وعاوزه شغل، لكنها برضه بتقول ان هي مش عاوزه مرتب وهتاخد المرتب بتاعها اكل وكحول. والغريب ان فام بيوافق،
لانه شاف فيها حاجه مختلفه عن الباقي، وبيروح على طول يسلم على البنت لكن بيعرفها ان اسمه لين لانه متنكر وكده يعني. بس بنشوف انه واضح جدا ان البنت دي عارفه ان فام ولد، وكل شويه اتكلموا بصيغه الولاد، وبدات البنت بقى اللي اسمها ميري تشتغل لكنها بتبوظ الطلبات وبتعمل كل حاجه غلط في الشغل وهي سكرانه، وصاحب الحانه كل شويه يزعق فيها. وبعد ما خلصت بقى بتقول له فين اكل يا عم، انا خلصت اول يوم. فصاحب المكان بيتعصب عليها بس بيطلب منه فام يسيبهم لوحدهم شويه، وقعد يسالها كانت بتشتغل ايه قبل كده وحياتها ماشيه ازاي. وهو بيتضح لينا ان هو واخوها اصلا كانوا بيشتغلوا في بيت الامبراطور مع بعض، وبعد فتره هي زهقت وسابته واكتشفت انه مات اصلا. ولما قالت اسم الراجل اللي بتشتغل معاه اللي هو الامبراطور نفسه، اتاكد فام ان البنت دي هتكون مناسبه لبطلنا ارز، فبيسالها بقى عن رايها ولو عاوزه تشتغل في مكان احسن من الحانه دي. بس بعد كده بقى بيبعت رساله لارس على طول وبيقول له انه لقى الشخص اللي هو عاوزه بالتحديد. فبيتفاجئ ارس لان ما عداش غير يوم واحد بس، واكيد جايب ليه حد اي كلام. بس فجاه بيلاقوا جرس الباب بيرن وكان فمه معاه ميري، ولما شافها ارس بيتصدم لانه كل مهاراتها عاليه جدا. لكن ريدز لما بيعرف انها كانت شغاله مع الامبراطور في القصر بيتفاجئ جدا، والكل بيطلبوا من بطلنا انه يرفضها، لكن ارس بيوافق يوظفها فورا. وكلهم بيحاولوا يقنعوه ان ما ينفعش يوظفها لان اخوها توماس لسه بيشتغل مع الامير الصغير، وانها ممكن تخونهم وتكون جاسوسه ليه. بس ميري بتعرفهم ان هي واخوها مش بيطيقوا بعض اصلا، واتفاجئت ان اخوها مع الامير الصغير اصلا من الاساس. بس بعدها بتقول ان هي حاسه دلوقتي ان هي غير مرغوب فيها في المكان ده وشكلها مش هتتوظف. فبطلنا سكت شويه لكن بعدها قال ان هي هتكون معاهم من النهارده على طول، والكلام ده خلى ريدز مصدوم جدا. اما ارس بقى وضح لهم ان البنت ديت مهارتها جامده جدا وهتفيدهم بعدين مع بدايه القتال، وبيقول لنفسه ان طموح البنت دي زي ليشيا بالظبط وعالي جدا، لكن بيكون متاكد ان وراها حاجه لكنه مش قادر يعرفها دلوقتي. بس بيقول للكل انه محتاجها معاه بكل تاكيد. وفي الاخر الكل بيوافقوا بما انه راي بطلنا. لكن بعد فتره ارس بيكون مع نفسه في المكتبه وبيلاقي ان ريدز جاي له بسرعه وبيقول له انا تعبت من البنت الجديده ديت، لانها مستفزه ومش بتحترم حد وطول الوقت بتشرب وتسكر. لكن بعد شويه روسيل بيجي هو كمان وبيقول انه زهق من البنت ديت برضه. فقال لهم بطلنا انه هيشوف الموضوع دوت بعدين. بس فجاه بيسمعوا صوت انفجار عنيف جدا والكل بيجروا بسرعه عشان يشوفوا اللي حصل، لكن بيلاقوا ان شارلوت هي اللي اطلقت سحرها بسبب طلب من ميري. فارس على طول بيكون مصدوم لانه كان فاكر انه هجوم من الاعداء. بس في لحظه بيلاقي انه كل الجنود والخدم حواليه وقاعدين يهزقوا في ميري لانها السبب في كل المشاكل اللي بتحصل في القصر. فبطلنا بص لها وقال انه مضطر ياخد قرار صعب، بس البنت بتقوله ان هي مش عاوزه تمشي من هنا لانها مرتاحه جدا. وعرفتهم بقى ان هم مش هيثقوا فيها غير لما يشوفوا مهارتها الحقيقيه، لكن ده مش هيحصل بدون معركه. فريدز بيعرض عليها يعملوا حرب وهميه، بس بتقول ان هي لو انتصرت بقى هتفضل معاهم في الجيش. فريدز بيوافق وارس بيأيد قراره. وبعدها على طول بنشوف ان هم بيجهزوا للمعركه دي. بس بطلنا بيتصدم لما شاف ليشيا جت وقفت جنبه وبتقول بقى ان هي هنا عشان تشجعه، لكنه اصلا بيتوتر جدا. فروسيل بيقول له لازم نبدا دلوقتي على فكره، وانهم هيقسموا الجيش بتاعهم لطرفين، المبتدئين هيكونوا مع ارس وميري، اما الباقي هيكونوا مع شارلوت وريدز وروسيل. وبنعرف ان القانون في المعركه ان اللي هيلمس صدر التاني من الجنود هيكون هو المنتصر، وهيستخدموا كمان اسلحه خشبيه عشان محدش يموت. وبعد ما الكل عرفوا التعليمات بداوا التنفيذ، وكل مجموعه خدت مكانها والكل بيتفرج على الحرب دي. وبعدها كل فرقه بدات تنفذ الخطه بتاعتها. وخطه ريدز ان كل جيش وهيتقسم لمجموعتين، وهو هيخرج بالجيش الاول، اما الجيش التاني هيكون مع روسيل وهيروح بعد فتره. وعلى الاساس ده انه كده هيحاصر المجموعه التانيه من ناحيتين، وبالشكل ده هيكتسحوا المعركه. بس في نفس الوقت دوت عند ميري كانت بتشجع الجيش بتاع المبتدئين لان الجيش التاني بيستهزأ بيهم، وعشان كده بقى لازم يظهروا مهارتهم كلها. فارس كان بيسمع وهو متوتر. وبعد كده لما خرج الجيش الاول بتاع ريدز قابله بنت من الجيش بتاع ميري، وقعدت تساله بقى لو ينفع تخش في المجموعه بتاعته مقابل ان هي تقول له الخطه بتاعت ميري. وبتعرفه ان ميري عارفه ان هو هيقسم جيشه فريقين، فقررت تخرج بالجيش بتاعها للجزء اللي في الخلف وتقفل عليه وتقدر تهزمهم بسهوله. وبكده بقى هتكون انتصرت لانها هتكون ضربت نص الجيش بالكامل. فسالها واحد من الجنود وارس ما اعترضش على الخطه دي، قالت له لا، لكن ريدز بيعرف ان هي بتكذب. فقالت له بقى ان عنده حق بالفعل لانها بتكذب، وان ميري طلبت منها تتظاهر بالخيانه عشان توقعهم. فريدز سالها وانت بتحكي لي ليه كل دوت؟ فقالت له عشان انا بكره ميري اصلا، وهي السبب في تعبهم كلهم في القصر، وان هي مش قادره تتحمل
تتحمل سلوكها ده، وبعدها بتعرض على ريدز الخطة الحقيقية. ولما خلصت كلامها قالت له لما توصل بقى اتفاجئ انك وقعت في الفخ. فبيقول لها ماشي، لكنه هياخد الاشاره بتاعتها عشان تكون في امان. فالبنت بتوافق وتديها له على طول. لكن لما الجندي فتح الرساله بتاعتها بقى بيتضح ان معاها واحده تانية، وبكده بيكون كشف خطتها بالكامل، وانها طول الوقت كانت بتغويهم عشان يروحوا للمكان الحقيقي بتاع الفخ ويخسروا هناك. فالبنت بتقعد تصرخ شويه، بس بعدها بتقول له انت عندك حق على فكره. فبيقول لها ان اللي حصل دوت بسط له الموضوع على الاخر، وان كده فرقه ميري مش هتبعت الجنود لهنا من غير اي اشاره، وبما انه ماسك البنت مش هتعرف تبعت الاشاره ديت لانها وصلت لريدز خلاص. وطلبت من جنود ان هم يروحوا من طريق مختلف ويهجموا عليهم من ورا ظهرهم، والفعل دوت اللي حصل. لكنه لما بيشوف الجنود وراح عشان يضربهم اكتشف ان هي تماثيل اصلا، وان ميري والبنت ديت ضحكوا عليه في الاخر. وكل دي كانت خطه من الاول. ومش بيلاقي غير ان ميري وارس لوحدهم، فبيسالها بقى فين باقي الجنود. فميري بتقعد تضحك عليه وقالت له ان كل حركاته تقدر تتنبئ بيها وبسهوله كمان. فبيقول لها ريدز ان الحوار كله هيخلص لو خلص على القائد دلوقتي. وبيبص البطنه اللي بيكون مفزوع، فبتقول ميري ان هي واثقه في سرعتها، وبتشيل بطنه على ظهرها وبتجري من المكان، وكل الجنود وريدز بيكونوا وراها. فريدز بقى بيكون متعصب وصمم ان هو لازم ينتصر على البنت دي. فبتفضل ميري تجري من المكان، وكل ما يقرب منها الجنود يقعوا في فخ مختلف، لغايه ما اغلب الجنود بيكونوا وقعوا في الفخ والشباك بتاعت ميري. والكلام ده خلى ريدز متعصب اكتر وفضل يجري وراها دلوقتي. بس بقى جنود بطنه بيرموا عليهم الكرات السحريه، وده خلاهم يعطلوا شويه. بس بعد كده وقف ريدز يدور عليهم، ولما شافها قال لها مش هسيبك دلوقتي، وبيكمل جري وراها. فميري بتقول لارس بقى ان الاشاره لسه ما جاتش. لكن وسط كل دوت اهل القصر بيكونوا بيتفرجوا على عركه، واخوات بطنه بيسالوا هم فين الجنود بتاعه اصلا. بس في الوقت دوت كان لسه روسيل وشارلوت بعيده عن ريدز. ولما بتطلب شارلوت منهم يتقدموا شويه بيقول لها روسيل ان ديت خطه ريدز اصلا، وان هم يفضلوا بعيد عن المعركه، وده لانهم هيهجموا على جنود ارس من الخلف. لكنهم فجاه بيسمعوا صوت وبيلاقوا ان جنود بطنه قدامهم على طول، بس بيفهموا ان دول نصهم وهيكون في تساوي في العدد ويقدروا يحاربوا بعض. لكن اتصدم روسيل لما بيلاقي ان كل جنود بطنه واقفين قدامه، وبيتضح ان دوت كمان كان فخ. فشارلوت في ثواني بتاخد روسيل وبتهرب من المكان، ووراهم الجنود بتوعهم. وبتقول بقى ان هم لازم يقابلوا ريدز دلوقتي ويوفروا ليه شويه وقت. لكن وقتها استخدمت الكرات السحريه عشان تعطل جيش بطنه. فميري بقى لما سمعت الصوت عرفت ان خطتها ماشيه صح، وان دلوقتي روسيل هيهرب لوحده وهيتفرق هو وشارلوت عن بعض. لكن الصدمه اللي الكل ادركها وقتها ان ميري كانت عاوزه روسيل من الاول. ولما ريدز بيفهم خطتها بيقعد يفتكر حياته مع بطنه، وانه لازم يحقق ليه حلمه، وعشان كده بقى لازم ينتصر في المعركه الوهميه دي دلوقتي. وطبعا كل ده بيكونوا قاعدين يجروا ورا بعض لسه. لكن ميري بتشوف روسيل جاي من بعيد، اما ريدز بيفضل يصرخ عليه عشان يبعد من هنا، لكنه بيكون خايف جدا من الجنود اللي وراه، لحد ما وصل قدام ميري نفسها وبتضربه على راسه على طول. وبالشكل ده فريق بطننا بيكسب المعركه دي. وبتنزل بعد كده ارس من على ظهرها، فارس بيكون مستغرب ان هي هاديه وانها جامده بالفعل في التخطيط. اما بقى كل الجنود بيقعدوا يحتفلوا بالانتصار بتاعهم وهم فرحانين جدا. بس الفريق التاني اللي هم الخبره بيكونوا متضايقين، لكن ريدز بيقول لهم ان دوت العدل، لانهم خسروا ولازم يتقبلوا الامر. وبيعتذر بقى لكل الجنود عن تفكيره اللي كان غلط. فروسيل وقتها بيروح هو كمان ويعتذر لانه هو السبب في خسارتهم دي، وكل واحد فيهم بقى يرمي اللوم على نفسه. بس بعد كده ريدز بيروح لميري وقال لها انت كنت هايله في التخطيط على فكره، وبيتقبلوا الخساره بتاعتهم. بس ميري قالت له ان مهارته كانت كويسه جدا، ودي اول مره تتعب بالشكل ده. فكلهم بقى بيتقبلوها بالفعل، وطلبوا منها ان هي تساعدهم في التدريب. بس بعد كده ميري بتبص لارس وقالت له انت عندك افضل ناس جامدين في الامبراطوريه يا عم، واقوياء جدا كمان. لكن هو يعتبر افضل شخص فيهم لانه قدر يجمعهم مع بعض. بس بعد كده بتساله لو كان عاوز الحرب تقوم ولا ايه، فبيقول لها انه بيتمنى ما يكونش في اي حروب. فهي بقى بتقول له ان هي بتعتقد انه هيكون ملك في يوم من الايام. فبطلنا بيتفاجئ جدا بكلامها ده، لكنها كملت وقالت انت لازم تشتغل على نفسك من دلوقتي يا عم عشان تكون الملك. فوقتها بيفتكر كلام ابوه لما قال له كده قبل ما يموت، لانه ممكن يكون الامبراطور. اما بقى في ليل نفس اليوم جيش المبتدئين بيكونوا فرحانين بالانتصار، والكل بيكونوا مصدومين لسه من قوه ميري لانها قادره تتحمل كميات كبيره جدا من الكحول. اما روسيل بقى بيكون قاعد لوحده وساكت عشان حس بالذنب في الخساره من الصبح ومحتاج قوه اكبر بكتير. فميري بتقول له انت عندك حق في الزعل على فكره، لان موته في المعركه دوت معناه موت
بياخد جنود اكتر بكتير من الجيش، لانه كان قائد الفريق. وديت بقى فايدة الخبير الاستراتيجي، يمكن مش محتاج يقاتل لكنه محتاج يستخدم دماغه. وفي الوقت ده بقى كانت ليشيا واقفة مع ارس وبتعتذر ان هي قللت من ميري، وده لانها كانت غيرانة. فهو بيقعد يضحك عليها وقعدوا يكملوا كلام وهما بيمدحوا في البنت جدا. لكن فجأة بيجي ريدز فبتسيبهم ليشيا لوحدهم، وبيقعد ريدز يعتذر لانه فشل في المعركة هو كمان، ولان ده معناه انه مش شاطر كفاية. لكن ارس بيحاول يقنعه بالعكس، فبيقول له بقى ان ريفن كان موصي عليه لكنه فشل في ده، وعشان كده هيزود تدريبه من بكره. وبعدها بقى بيسأله ارس ايه رأيك في كلام ميري ان هو يبقى امبراطور. فبيقول له ريدز انها حاجة كبيرة جدا، لكنه ما اتفاجئش ابدا لانه متوقع من حماسه وذكائه الكبير انه ممكن يوصل للمكانة دي. وبيأيد رأي ميري وانه هيساعده في تمهيد الطريق عشان يوصل للقمة بالفعل. بس تاني يوم جه بسرعة وارس بيودي ليشيا عشان ترجع لبيت اهلها، اما ريدز بيزود من تدريبه وميري بترجع للكسل بتاعها من تاني. لكن باقي الجنود والروسيل بيكونوا لسه بيتدربوا، وكل واحد رجع لحياته الطبيعية بكل حب. لكن بعدها بنلاقي ان بطلنا جمعهم لما وصلته رسالة من اللورد كوران، وبيطلب منه ان هو يروح عشان يشارك في مجلس الحرب، وطلب وقتها من الكل ان هم يروحوا معاه، وطبعا الكل بيوافقوا. لكن لحد هنا يا اساطير بيخلص الموسم الاول من حكاية ارس. هل بقى عاوزيننا نشتغل على الموسم التاني على طول ولا نبدأ انمي جديد؟ عرفوني على طول في الكومنتات تحت. لكن قبل ما تخرجوا من الفيديو محدش ينسى لايك شير واشتراك في القناة عشان نوصل لكل الناس، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.